حبيبه ماما انت. هو احنا مشينا النهارده بدري ليه؟ هقولك. انت كان نفسك نعمل ايه مع بعض؟ شوبينج؟ شوبينج، صح. هنروح نعمل شوبينج مع بعض، وبعدها هنروح ناكل برجر. بجد؟ ايوه. وبعدها هناكل ايس كريم كمان، ولو في وقت هندخل سينما. ايه رايك؟ ماشي. موافقه؟ مبسوطه؟ جدا. وانا كمان. انا غلطانه ان انا مشيت من البيت، مش هعمل كده تاني. طب قولي لي عايزه ايه وانا هعملهولك، بس ما تعملوش كده عشان خاطري. يا شهدي يا حبيبتي، انا مش زعلانه منك. طلاقي انا وابوكي واللي بيحصل ما بيننا ملوش دخل بيكوا، وانا ما طلبتوش غير وانا عارفه ان انتوا خلاص ما بقيتوش محتاجيننا مع بعض. ازاي بقى؟ ده احنا يمكن محتاجينكوا اكتر من الاول. ده انتوا لو كنتوا سبتوا بعض واحنا صغيرين ما كناش هنحس، بس دلوقتي احنا مش هنقدر. بقول لك ايه، ما تفكك بقى من شغل الصعبانيات ده، احنا مش عيال صغيره. شهدي يا حبيبتي، مفيش حاجه هتتغير بالنسبه لكم. انا موجوده في البيت معاكوا طول الوقت، وابوكوا في بيته وموجود معاكوا برضه. يعني مفيش امل خالص؟ يا حبيبتي كلنا كده هنبقى مستريحين. حتى ابوكي لو عنده شويه احساس بالذنب ناحيتي مش هيبقى مضطر ليهم. هما اللي طلبوا ان هما يقعدوا معايا يا حاج عشان كانوا متضايقين ان هما زعلوك. رحت وقعدنا مع بعض احنا التلاتة. وجوازهم كانوا موجودين؟ لا، بس طبعا هما خدوا صورتهم قبل ما نقعد. بس مش هو ده المهم. المهم هما عايزين ايه؟ عاوزين وايه بقى طلبات الهوانم والبهوات؟ هما عايزين يسيبوا المطبعة زي ما حضرتك طلبت، بس في المقابل عايزين ياخدوا الأصول والسيولة على وضعها الحالي. يعني قعدوا وفكروا وتشاوروا ووصلوا لأخبث حل. طبعا لما يقولوا لنا ايه المطبعة، خدوا المطبعة لو هي لازماكم، واحنا هناخد اللي يسيب ظهركم مكشوف. ما هو طبعا الحل ده هيعجز المطبعة، لأن لما تتسحب السيولة هيتكشف ظهر المطبعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تضايقش نفسك يا حاج بقى، انت كويس. شكل كده إن أنا ضيعت عمري في الهوا. يعني بناتي اللي أنا كنت ليهم الأب والأم، واللي مرضتش أجيب لهم واحدة تحكم وتتحكم فيهم، يبقوا ماشيين ورا أفكار أزواجهم القذرة ويتحكموا فيهم. مكبرش الموضوع بقى يا حاج، هما بس خايفين مش أكتر، وده على فكرة ممكن يبقى طبيعي. مفيش حاجة من اللي بتحصل دي طبيعي يا ابني. يصعب عليا النووي، يا ريتني ما جريت ولا شقيت ولا تعبت. ضيعت عمري وفلوسي هي كل اللي يهم بناتي. لما انا ابقى بره الحسبة بتاعتهم، لما يبقى صاحب المال بيتباع ويشترى فيه، من مين؟ من بناته وجوازهم. معاش ولا كان يا حاج اللي يعمل فيك كده. مين ده اللي يرضى ان حد يبيع ويشتري فيك؟ انا هقول لك على اقتراح يا حاج، ده لو انت لسه شايف يعني ان الحل ان المطبعه تبقى معايا. اتفضل يا ابني. احنا نتمن بحق ربنا، وانا اشتري نصيبهم من حقي في باقي الاصول. نصيب ايه يا ابني اللي انت بتقول عليه ده؟ انت بعت فيلتك وسكنت في شقة صغيرة، وبفلوس الفيلا حطيتها في المطبعة عشان ترجعها تاني. طب ان شاء الله بقى الفلوس اللي انت حطيتها في المطبعة دي هتتحسب ازاي في الحسبة اللي انت عاملها دي؟ ما خلاص بقى يا حاج، مشيها على وضعها الحالي وخلاص. والله العظيم لا يمكن ابدا. تاخد فلوسك الاول وبعدين نتكلم في اللي انت بتقول فيه.
ماشي يا حاج، اللي تشوفه خلاص. حاضر. اسمع بقى يا معتصم، اخر كلام هقوله. الاصول دي مش هتتكتب باساميهم، لا، الاصول هتتباع والفلوس بتاعتها هتتقسم عليهم وياخدوا نصيبهم، والنصيب بتاعهم مش هياخدوه في ايديهم، لا، هيتحط ودايع في البنوك لمدة 5 سنين وهم يعيشوا بالفوائد بتاعتها، والفوائد دي هتكفيهم وتفيد كمان. علشان كده ساعتها بقى الأخ طارق وعمر ما يقدروش يعملوا حاجة، لأنهم لو حبوا يفكوا الودايع دي أو يكسروها الخسائر هتبقى كتيرة قوي، وبيتهيألي البنات مش هتوافق، ولو حبوا يضحكوا عليهم ساعتها البنات بقى هيعرفوا الأبيض من الأسود. طب انا مش هسافر يا خالي، وبعدين هو ابويا ده هيفضل يتحكم في حياتنا لحد امتى؟ يعني نمشي على مزاجه يقطع عننا الفلوس؟ طب انا بقى هقعد اشتغل هنا ومش عايز منه اي حاجه. انا ابوك وعدني ان كل حاجه هتمشي طبيعي يا وليد. وبعدين ما تدخلش مشكلتك في مشكله امك، هما الاتنين اصلا ايديهم في الشق منك. انت عارف انت بتعمل ايه كويس. ايوه، ما انا عشان كده بقى عايز اشتغل معاكم هنا في الورشه، وانتوا بنفسكم هتشوفوا شغلي وهتشوفوا انا هتغير ازاي، ولو انا قصرت معاكم في حاجه ابقى اطردوني من الشغل، وساعتها انا هنفذ كلام ابويا بالحرف. يا ابني احنا هنا مش محتاجين غير فنيين. انت هنا ما تنفعش معانا خالص، لسه ما كبرناش ولا عملنا اي توسعات عشان يبقى ليك فرصه هنا. طب انتوا مش عايزين نكمل تعليمي؟ يقنعوا ابويا ان انا اقعد السنه دي بدل ما اسافر بره واضيع 2 سنين من عمري. السفر ده يا وليد فيه فرصه كبيره ليك، دنيتك كلها هتتغير، ولعلمك بقى اي حد من صحابك اللي انت ماشي معاهم دول يتمنى الفرصه دي. قول له. وبعدين هيبقى معاك فلوس وشغلانه محترمه، ساعتها ابوك مش هيتحكم فيكوا زي ما انت بتقول. بعدين يا حمار انت مسافر واكل شارب نايم على حسابهم، يعني مرتبك في جيبك. ما تسافر يا عم واسعى هنا وهنا، عايز اقعد معاكم. شايفها ورد قوي يا اخويا. قوم يا اخويا قوم، مش انت عايز تقعد؟ والله انا شقيك. قوم شيل معايا الحاجات اللي هناك دي. يا وليد ابوك خلص كل حاجه واشترى لك كمان تذكره السفر. اتكل على الله وجهز نفسك. طب والله ما هو مسافر قبل ما شقيه الاول. قدامي اهو، قدامي، يلا. كلمت راغب عشان تروح تشتغل معاه في المطعم، ولا انت ناوي تطلع وتنزل كده مع مسعد ما بتعملش حاجه؟ لا اله الا الله. طلعي موضوع راغب من دماغك ده خالص يا سماح. حتى لو انا عايز ارجع هو مش هيوافق. كلمته وقال لك لا؟ لا، بس ربنا ادانا العقل يا موحى عشان نفكر بيه. المطعم ما اتفتحش غير لما بسمة خدت حضانه البيت، والطحان عرف ان انا مشيت وسبت المطعم واتاكد انه يخص راغب لوحده. هنفضل بقى نعيد ونكر في نفس الموال؟ ما خلص موضوع بسمه ده، وبعدين الراجل هيفضل حاططكم في دماغه ليه يعني؟ بقول لك ايه، خلي امك تكلم راغب، هو ما بينزلهاش كلمه. وبعدين الراجل اكيد عايزك انت، ما انت كنت شغال معاه قبل كده، ودلوقتي هو اكيد محتاج حد يقف معاه في المحل. حاضر نتكلم بقى في الموضوع ده بعدين. ممكن بقى تسيبيني انام عشان انا تعبان وعندي مشاوير كتير الصبح بدري. احنا كمان تعبانين يا منى. انا بجيب حاجه البيت بالنص ومش عارفه ادفع فلوس الدروس، وانت ولا انت هنا. لا اله الا الله، ما احنا شغالين بايدينا واسناننا اهو يا بنت الحلال عشان نفتح الورشه، عشان يخش لي مصروف كل شهر، عشان ما تجيبيش الحاجه بالنص وتدفعي المدارس. كفايه تقطيم بقى يا سماح. واحنا مالنا احنا ومال ورشه مسعد دي؟ بقول لك ايه، اخوك ده المشاكل لازقه فيه، مطرح ما يروح مشاكل تطلع، وانا يا اخويا مش عايزه اصحى من النوم الاقي مصيبه نازله عليا. يعني انت عاوزاني اسيب مصلحه جايبها اخويا لينا وشاريني وعايزني في ظهره واروح للغريب اقول له شغلني ويا يوافق يا ما يوافقش؟ ما هو لو مخك جايب لك ان كده تمام فانا احب اطمنك يا سماح، هنا مفيش مخ، في بلاطه. طب بقول لك ايه يا منعم بقى من الاخر، فلوس اخوك دي حرام ماشي، وحد الله ما بيني وما بينها، لا اكل عيالي منها ولا تدخل بيتي، وده اخر كلام عندي. وبعدين يعني يا سيد الناس، المفروض الحرام والحلال يفرقوا معاك يا ابو البنات. بلا ابو البنات بقى، بلا ابو جلامبو، تعالي لي بقى سكه ودغري كده وانا رسيك على الحوار بالاول. مسعد يا اختي معهوش فلوس وما دفعش جنيه في الورشه دي، الراجل معاه حرفه ولا اصحابه عايزين يشتروها منه وشايفين ان المشروع مربوح وهيشاركوه هو بالمجهود وهم بالورشه. خلصنا ولا هنقعد بقى نهري وننكت 2 3 ساعات؟ الاسم منعم عبد الحميد عبد الصمد، المبلغ 150,000 جنيه فقط لا غير. هي مش دي فلوس اخوك اللي كانت في البنك اللي انت كنت شايلها له وطلعتها له عشان يفتح الورشه، ولا انا مجنونه؟
ده انت بتفتش ورايا بقى يا سماح. طب بقول لك ايه، انا عايز انام. عدي ليلتك، عدي ليلتك. ايه العيشه دي؟ اوعي كده بقى، اوعي كده من على القطر يا بي. يا اهلا يا اهلا. يا حبيبتي ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني. ازيك يا وفاء؟ ازيك يا بسمة؟ عامله ايه يا عاملة حبيبتي؟ ايه؟ الحمد اتفضلي. لله. تسلم ايدك. تسلم. منورين والله. الله يبارك يا يخليك. روح. احنا في وقت بايخ شويه، انا عارفه، معلش. بس والله يا حبيبتي ربنا يعلم، لو الدنيا غير الدنيا والظرف غير الظرف كان زماني اول واحده معاكي في كل اللي انت فيه. عارفة. طمنيني عليكي، انت عامله ايه؟ وليد اخباره ايه؟ احنا كويسين الحمد لله. وليد كده كده سافر وبطمن عليه يعني على قد ما اقدر، واديني قاعده بقى بشهد. مفيش حاجه اتغيرت، بالعكس انا وشهد بقينا كويسين اكتر من الاول من بعد الطلاق. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليها، هو احنا لينا غير عيالنا يعني عشان نتعب ونشقى عشانهم؟ على قولك. على سيره العيال بقى، طبعا انتوا اكتر ناس عارفين ظروفي واللي بمر بيه. كلنا عندنا بنات، فاهمين يعني ايه يبقى عندك بنت في سن ريم متعلقه بيكي وانتي متعلقه بيها، غير يعني طلباتها وتفاصيلها والحاجات اللي هي ممكن تبقى محتاجاها اللي محدش هيفهمها ولا هيعملها غير امها. انت عايزه ايه بس؟ ما انت واخده حضانه البنت وبتنام في حضنك. اخدتها لاختها، وعقبال يعني ما تشوفي شهد عروسه كده يعني نهى هتتجوز. ربنا يتمم لها على خير. فين المشكله بقى؟ هقولك، ما هو انت يا وفاء الدور هيكون عليكي في الحضانه بعد نهى، لانها ما ينفعش تفضل مع نهى بعد ما تتجوز. هو مسعد طلب منك حاجه بخصوص الموضوع ده؟ لا خالص. هيطلب. ما هي الفكره ان انت لازم تقدمي دعوه باسمك عشان الحضانه تتنقلك، ما يعرفش يعمل ده من غيرك. بصي يا بسمة، انا من ساعه ما غلطت واتسببت في جوازتكوا دي وانا واخده عهد ان انا ما اتدخلش في مشاكلكوا دي تاني، وانتي عارفه كده كويس. حتى لما بتصيبني مشكله من مشاكلكوا زي ما حصل مع حوار وليد ده بطاطي للريح عشان اخرج زي ما دخلت. وانا مش طالبه اكتر من كده يا وفاء منك. اعملي نفس اللي بتعمليه، خلي مشاكلي انا ومسعد على جنب، احنا هنتصرف فيها. بصي يا وفاء، زي ما بسمه بتقول لك كده، احنا الثلاثه عندنا بنات وفاهمين ده معناته ايه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا بسمة والله. بصي يا ستي، انا جيت لك وكنت واقعه في عرضك في حوار وليد وانتي ما خيبتيش ظني، ومجيتك دي غاليه عليا قوي، بس انا مش عارفه اعمل ايه. كل اللي اقدر اقوله لك ان انتي ما تجيش على مسعد في حوار بنته، وانا اشوف هقدر اعمل ايه. تمام؟ تمام، ليكي عليا، كل شيء بينا هيكون بالمعروف وبالحسنى، بس هو يقدم السبت. ماشي يا رب، بس يكون حاسبها زي ما انتوا حاسبينها كده، عشان ما نتحطش في موقف احنا مش عايزين نتحط فيه. يا رب. يا رب. بعد كل اللي حصل ده وفاء، مش عايزه تقفي جنبي دلوقتي؟ انا كنت فاكره ان انتوا هتقفوا جنبي، وكنت فاكره ان انتوا شاغلين بالكوا بيا وبظروفي المهببه، لكن مش مهم وفاء. المهم كل واحد يشوف هيستفيد من اللي بيحصل لها ده ازاي ومصلحته هتمشي ازاي، وانا ولادي نتحرق بقى. انا مش فاهم انت بتحاسبيني على ايه؟ هو في حد فينا يا بنتي قصر معاك انت وولادك؟ انا عمري قصرت معاك انت وولادك؟ لما وليد جالك وقال لك انه مش عايز يسافر عملت ايه؟ قعدت تقنع فيه انه يمشي عشان تعرف تاخد حضانه بنتك. هو انت فاكرني عبيطه؟ انا انت مش فارق لك غير اللي يخصك على فكره. لا انت كده اتجننتي خالص. وليد ده ابني، انا خاله يا وفاء، انا عمري ما اعمل كده. انت بتقولي كلام اهبل وخلاص. اعملوا لكم قفله انتوا الاتنين بقى. بنتي يا وفاء بطلي كلام ملوش عازه. يعني لما ابوه يجي يقول لي الواد لو قعد هنا اكتر من كده هيضيع مننا خالص، وان انا لقيت الحل عشان يوفر له كل حاجه عشان يخرج من اللي هو فيه، اروح انا واقف له؟ لو وقفت له انا وانت يا وفاء يبقى الواد حاله كان هيبقى ايه دلوقتي؟ وموضوع ريم ده يا وفاء ملوش دعوه بوليد خالص. يبقى تسيبني بره الموضوع زي ما انا. ما هي بسمة برضو قلبها يتحرق على ضناها لو بعد عنها زي كده دلوقتي. وانا اتحرق انا؟ ماليش اعتبار عندك خالص؟ خلاص بقى، قوم يا ابني، قوم شوف ايه اللي وراك، يلا.
وما تتأخرش زي كل ليلة. نام انت، انا هتأخر. لا هستناك. حفظ الله. والنبي دلوقتي في حفظ الله بقى؟ ده كلام تقوليه لاخوكي؟ اخوكي اللي عمره كله واقف في ظهرك حتى لو ده ضد مصلحته. تناكي على ظهر ايدك صحيح. كلنا عارفين مصلحة ابنك ما عدا انت، عايزاه جنبك عشان تدلعيه. انانية. خلاص كلكم شايفين مصلحة ابني بعيد عني؟ ايوه يا بنتي، ابنك وملموم على شلة فاقدة. نسيبه يضيع معاهم ولا نبعده عنهم؟ وبقول لك ايه، عايزه تقفي مع اخوك اقفي، مش عايزه بلاش، مش عايزين حاجه منك. لا انا مفيش 5 دقايق وابقى عندك. جهزي انت بس طبق فول تمام كده وانا هجيب الجبنه والبيض. ماشي. يا رجاله في ايه؟ ايه؟ دي قرصة ودن من الحاج طحان. يلا يا رجاله. احنا صراحة مش عارفين الليلة دي هتخلص على ايه. لو عدت على خير ومشينا النهارده هجيبهولك النهارده، لو ما حصلش يبقى خلاص بقى بكره وخلاص. لا ان شاء الله خير وما يحصلش اي مشكله. هو انا بس اجازتي قصيره زي ما انت عارف، وبصراحه كده كنت مجهزه بروجرام لمصطفى، فلو ممكن يعني اعدي اخده من البيت ولا فيها مشكله؟ لا طبعا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة ليه يعني. خلاص ماشي روحي خديه. وعموما يعني نهى هناك واختي بسمة، وانا هبعت لك رقمها هيبقى معاكي. طيب حلوه قوي، انا هجهز وانزله على طول. تمام ماشي. ابقى طمني. ماشي تمام. مع السلامة. هي ما كانتش قادرة تستنى يعني لحد ما نشوف هنعمل ايه؟ احنا برضه حبيبتي مش عارفين اذا كنا هنروح النهارده ولا لا، كده احسن يعني. هو في احتمال ان احنا نبات هنا او حاجة؟ لا يا فندم مفيش بيات ولا حاجه، الموضوع بسيط وهيخلص على طول ان شاء الله. وبعدين كده المشكله بيني وبينه هو، يعني لو في حاجه هتحصل مش هيبقى ليها علاقه بيك، هتبقى معايا انا بس. تفتكر يعني انا هبقى مستريحة لو انا روحت وانت لا؟ بعد الشر يعني، ان شاء الله ربنا يستر. ان شاء الله. عايزه كل حاجه تمشي على هواكي، انه هتتجوز وريم تفضل معاكي وانا اتضرب واتهان. نجوم السماء اقرب لك انت والبلطجي بتاعك. لا مالك. اتفضل يا استاذ. حاضر هنرد زي ما اتفقنا بالظبط. يلا اتفضلوا. الأستاذ مسعد عبد الحميد ادعى في بلاغ قدمه ضدكم، وأكد الكلام ده لما سألته بنفسي، إنه تعرض للضرب من قبل ناس مأجورين لحسابكم، وأثبت الإصابات الناتجة عن الضرب في تقرير طبي. يا فندم انا راجل ليا اسمي وسمعتي، دي تبقى المدام بتاعتي. احنا ملناش اي علاقه باي حد من البلطجيه ولا الكلام ده خالص. لما بيبقى عندنا مشكله بنحلها بالود او بالقانون، لان طبعا مفيش طريقه ثالثه ممكن نستخدمها. مدام بسمة. ايوه يا فندم.
مسعد ده طليقي، واحنا في بينا فعلا شويه مشاكل، بس ولا انا ولا جوزي لينا علاقه باي حاجه من القلهه دي خالص. ده بلا كيد يا فندم، لان هناك خصومه قائمه ما بين الاستاذه بسمه وبينه على حضانه بنتهم، ودي صور الاوراق الدعاوى اللي بينهم. هو بيقول ان في علاقه صداقه بتجمع بينك وبين واحد اسمه عبد الكريم الطحان تاجر عربيات، وسبق انكم اتقابلتوا في معرض العربيات الخاص بيه وانكم هددتوه لو ما تنزلش عن الحضانه موضوع الدعوه اللي بينكم انه هيتاذي. هو انا فعلا اعرف الحاج طحان، بس اعرفه يعني معرفه بسيطه كده من بعيد لبعيد. تقريبا ما اتقابلناش غير كام مره في حياتنا يعني، ورحت له المعرض مره، بس هي مره. وما قابلتش هناك مسعد وما هددناهوش وما فيش حاجه من دي حصلت. فندم زي ما الاستاذ طلعت قال لك، الراجل ده احنا في بيننا وبينه مشاكل، وهو طبعا عايز يورطنا في مشاكل اكبر ويدعي علينا بالحاجات دي. شكرا يا فندم. يلا يا حبيبي. هو معتصم وطنط بسمة مش هيزعلوا مشيت قبل ما يجوا؟ لا يا حبيبي مش هيزعلوا، بس هما ممكن يتأخروا، واحنا عندنا حاجات قد كده هنعملها. انت هترجع امتى بقى؟ مش عارف، بس مش هيتأخر، هنيجي على طول. وهيجيب لك حاجات حلوة وهو راجع، صح يا مصطفى؟ صح. اهلا 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 اهلا، وحشتيني يا حبيبتي. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا ساره؟ ازيك يا بسمة؟ ازيك يا ساره؟ احنا اصلا كنا نازلين. ايه الاخبار، تمام ولا ايه؟ اتفضلي. طيب لا معلش خليها مرة تانية. طب انا كنت محتاج اتكلم معاكي كلمتين كده. طيب يونس يلا عشان نغير هدومنا، انا هغير للولاد. يلا ونلعب. هو ايه اللي هيحصل مع مسعد؟ يعني في حاجه جديده بعد اللي استجد النهارده؟ كلمتي مع اسماعيل صح؟ رفض مش كده؟ والله العظيم يا بسمة انا حاولت معاه كويس جدا، بس هو يعني قالها لي من تحت لتحت كده، يعني بما معناه ان التأجيل المرة دي ده معناه ان كل واحد فينا يروح في حاله. انا والله العظيم حاولت بس انا اسفة يعني. ولا يهمك بصراحة، يعني اسماعيل كتر خيره قوي لحد كده. مش معقولة هنقعد نقول له أجل واحنا مش عارفين المشكلة هتخلص امتى. طب انتي هتعملي ايه دلوقتي؟ متقلقيش انا ان شاء الله ربنا هيحلها. انا طبعا ما بلومكيش على اي حاجه ساره. انا كمان من الفتره اللي فاتت دي ما كنتش موجود في حياته بشكل كافي عشان الشغل يعني. وواضح طبعا ان الطريقه بتاعتنا انها معوضه عن غيابنا فشلت، النتيجه واضحه قوي. المشكلة ان انا الفترة دي تحديدا مش هعرف اكون موجودة بشكل كافي. يعني انا وفادي كده في يعني شوية مشاكل، فمش هقدر انزل مصر اقعد فترة طويلة. باي معتصم، باي يا ساره، فرصه سعيده قوي. انا اسعد. تعبينك معانا يا نهى، معلش. عيب ما تقولش كده. انا هقول لبسمه بس تيجي تقعد معانا يعني تتكلم هي برضه عن مصطفى، بحكم ان هي عايشه معاه في البيت اكتر يعني. بسمه من فضلك ممكن لحظه؟ كنت بتكلم مع ساره عن مصطفى، بس انا عايزك انت تحكي لها اكتر يعني عن اللي بيعمله جوه البيت في يومه العادي، حياته العاديه يعني. هو انا بشكرك جدا طبعا على اهتمامك بمصطفى، واوعدك ان شاء الله الوضع ده هيتغير وهنخفف عنك الحمل ده شويه. ما تقوليش كده يا ساره، شكر ايه بس؟ ربنا يعلم انا بعتبر مصطفى زي ابني. هو انا مش عارفه معتصم حكالك ايه، بس بالنسبه للبيت مصطفى بقاله فتره متغير جدا. يعني المذاكره بتحصل بطلوع الروح، بقى بيتعامل مع اخواته بشكل عنيف شويه من ورايا طبعا، بس في كم مره انا شفت بعينيا رغم ان هو وريم بيحبوا بعض جدا. برضو بقى في زي تحدي كده ليا والكلامي، معرفش اذا كان ده ليا انا ولا اصلا في العموم. يعني مثلا مع معتصم لا، بينفذ كل اللي بيقوله عليه قدامه، بيسمع الكلام جدا، بس بيعمل عكس كل ده من وراه. في برضو مشاكل بينه وبين اصحابه، وده حاجه مضايقه جدا. وانا اتكلمت معاه ومع اصحابه كذا مره، بس
معظم الوقت بلاقي المشكله من عنده هو. طيب انا هقوم اشوف الولاد. ساره لو في اي حاجه اقدر اعملها هعملها اكيد. شكرا يا بسمة. عن اذنك. انا شايفه ان احنا محتاجين لمساعده متخصص، عشان لا انا ولا انت بظروفنا دي نعرف نحل حاجه. بالعكس احنا ممكن نبوظ الدنيا اكتر لو احنا اتعاملنا معاه غلط. انا هشوف حد بسرعه وهبلغك. يا ريت، انا موافق جدا. الموقف دلوقتي اختلف تماما يا مدام بسمة. طيب يعني احنا ما نقدرش نطلب من القاضي انه يفاضل بيني وبين عمتها زي ما كنا ناويين نعمل مع باباها بعد ما نهى تتجوز؟ ممكن طبعا، بس الاحتمالات دلوقتي مش في صالحنا خالص. احنا كنا هندفع بانه مصلحة الحاضن معاكي لانه مفيش قرايب من الدرجة الاولى، وكمان كنا هندفع بانه ريم قضت معظم حياتها في بيت جوز حضرتك وانه مستواها التربوي والتعليمي ممتاز، وكنا هندعم دفوعنا دي بالاوراق اللي تثبت انه استاذ معتصم بيصرف عليها وعلى تعليمها بشكل سخي جدا. والقاضي طبعا غالبا يعني كان هيشوف ان وجودها معاكي ومع استاذ معتصم ما فيهوش اي ضرر عليها، واغلب الظن كان هيحكم لك بان الحضانه ترجع لك. طب ما احنا ممكن نثبت كل ده دلوقتي برضه. المفاضله هنا مع عمة ريم، يعني ست وقريبه من الدرجه الاولى وسنها صغير كمان. اكيد القاضي هيحكم لها بالحضانه. نقطه القوه الوحيده اللي كانت في ايدينا ابنها اللي في سن المراهقه، بس انتي بتاكدي ان هو مسافر. للاسف موقفهم اقوى بكتير. طب مش حضرتك كنت قلت لي ان القضيه اللي اتحبس فيها مسعد ما تخليهوش ياخد الحضانه؟ ايوه ده حقيقي، بس دي اخته مش هو. ايوه بس هي في الحقيقه هتبقى عايشه معاه هو مش اخته، زي ما كانت عايشه معايا انا مش مع مامتي الله يرحمها. والقاضي اكيد هيبقى فاهم ده واحنا ممكن نقول له. عندك حق طبعا، بس القاضي بيبص الاول على توافر الشروط القانونيه من عدمها. طبعا هو له سلطه تقديريه، بس في الاخر بيتحرك ضمن الاطار اللي فرضه القانون. وهنا الشروط تقريبا كلها متوفره في عمة البنت. طب هنعمل ايه يا استاذ علي؟ يعني مفيش حل خالص؟ في حل، بس هو صعب شويه. ايه الاخبار؟ عملتي ايه؟ معتصم احنا لازم نتطلق. ايه بتقولي ايه؟ انا عايزه ورقه طلاق اقدر اقدمها للمحكمه اخد بيها حضانه البنت، بس كده. وانت اتجننتي يا بسمة؟ وانت عايزه ايه؟ ما انا قلت لك انا عايزه ايه. نتطلق رسمي، اخد الطلاق ده نسجله اقدمه للمحكمه اخد بيه حضانه ريم، بس نرجع نتجوز تاني ان شاء الله في نفس اليوم. وبعدين يرجع هو ياخد الحضانه تاني اول ما احنا نتجوز؟ ايه لعب العيال ده؟ ما هو احنا مش هنسجل الجواز التاني ده. عرفي في السر يعني. الدرجه دي انت شايفاني لعبه في ايديك يا بسمة؟ ارجوك يا معتصم والنبي، احنا هنتجوز شرعي وشهود وكل حاجه على فكره. بس في السر. مين بقى يقبل بحاجه زي كده؟ مفيش سر ولا حاجه، بابايا والحاج المسيري هيبقوا عارفين وحاضرين وشاهدين على كل حاجه بتحصل. انت مرتبه لها بقى ومفكره فيها من الاول. ومين بقى صاحب الحل العبقري بتاعك ده؟ استاذ علي المحامي. طب حابب تسيبك بقى من السذاجه بتاعتك انت والاستاذ علي المحامي وسيبيني امشي. معتصم انا ما كنتش متوقعه انك هتوافق، طبيعي انا نفسي ما كنتش موافقه في الاول على فكره. بس الجلسه قربت قوي يا معتصم، واستاذ علي مأكد لي ان كده وفاء هتاخد الحضانه 100%. عارف ده معناه ايه؟ انت فاهمه اللي بتطلبيه ده ممكن يأثر على حياتنا وعلى جوازنا وعلى حياه عيالنا ازاي؟ لو احنا الاتنين فاهمينه وعارفينه ومستوعبينه وعارفين ان مفيش قدامنا اي حل تاني، مش هيعمل حاجه يا معتصم. انا كل اللي بطلبه منك دلوقتي رغم اني عارفه انه صعب مش سهل ابدا،
فكر بس في الموضوع عشان خاطري. افكر في ايه؟ في اننا نتطلق؟ هو انت ما بتفكريش ولا ايه؟ مش متخيله شكلنا هيبقى عامل ازاي قدام الناس لو حاجه زي كده اتعرفت؟ هو محدش هيعرف ان احنا اتطلقنا غير اللي لازم يعرفه. انا مش ههد حياتنا يا بسمة عشان احنا خايفين. انت كده مش بتهدها، انت بتحافظ عليها يا حبيبي. هو انت متخيله الاقتراح بتاعك ده ممكن يودينا لحد فين؟ انا لو بطلب منك تفكري تاني يا بسمة، فكري. انت قدام الناس هتبقي متطلقه قدام الناس، ده غير هو بقى فكري فيه هيعمل ايه؟ اذا كان وانت على ذمه راجل بيعمل كده، فما بالك بقى وانت متطلقه ولوحدك هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل اي حاجه، ولا هو ولا غيره. خلاص يا بسمة، سيبيني بقى وانا هعرف الاقي حل. وشيل الافكار دي من دماغك، دي اخر حاجه ممكن نعملها في الدنيا. بص يا معتصم، مؤاخذة يعني ما تزعلش مني، بس انت كده سلمت بدري قوي. اول ما عمل محضر خليتنا كلنا نجيب ورا على طول. السكة دي محتاجة صبر. سيبه يعمل محاضر زي ما هو عاوز. هو انت يعني اللي بتضربه يا مؤاخذة؟ لا لا يا حاج، لا، احنا مش عايزين اي حاجه من سكه الضرب دي خالص خالص. يعني حركه زي انك انت قفلت لهم المحل، لما كانش الواد ابن اخته اتحبس فيها كانت جابت المطلوب منها بالظبط. ما انت رجعت يا حبيبي بعد كده وانت اللي توسطت له عشان يفتح المحل. بص، انا كده ايدي مغلوله، شوف انت عاوز اعمل ايه وانا اعمله لك. احنا عايزين نمسك عليه اي حاجه كده، يعني حاجه تخليه يتنازل عن حضانه البنت من غير ما يحصل مشاكل، حاجه تخلص الموضوع من غير ما يبقى له ديل خالص. بص، هو كل واحد بتبقى له ماسكه، بس دي مش سهله. ممكن تبقى محتاجه وقت على بال ما نلاقيها. لا وقت ايه يا حاج؟ لا، ده القضيه خلاص والوقت بيجري. بصراحه الحلول التانيه يعني مش احسن حاجه. قدم انت المشيئه بس، وربنا يكتب لنا اللي فيه الخير. يا رب يا حاج، يا رب. معناته ايه الكلام ده يا كارم؟ احنا مش متفقين من الاول؟ انا اللي ماسك كل حاجه؟ وهو علاء هيفهم ايه بس في الشغل الفني؟ كل الشغل الفني في ايدك انت. علاء بس جاي يمسك الماليات والاداريات. بس ده ما كانش كلامنا من الاول، المفروض ان منعم ماسك الحته دي. وبعدين الراجل ما قصرش، واديك شايف احنا خلصنا وفي وقت انت نفسك ما كنتش تحلم بيه. طب بذمتك انت ومنعم اخوك ومجدي يبقى في ايدكم كل حاجه، واحنا الشركاء اللي دافعين النصيب الاكبر في الفلوس نبقى بره خالص كده؟ ده عدى ربنا. يعني انت جايب ابنك يراقبنا؟ يعني ما تاخذنيش علاء، انت ابني برضه. بس ما ينفعش الكلام ده يا كارم. وانا ولا جاي اراقب ولا حاجه، انت برضو عارف معزتك عندي، بس انا كده كده هتعلم منك في كل الاحوال. وهو علاء يفهم ايه في الجلود بس؟ ده حيالله جاي في الماليات والاداريات، وبعدين هو زي ابنك زي ما انت قلت، يتعلم منك وانت عمرك ما هتبخل عليه. انا طبعا مش هبخل عليه، بس احنا كان اتفقنا من الاول ان انتوا ليكوا 51% على الورق بس، والكلمه المفروض في الورشه دي كلمتي. وهي على الورق بس، والكلمه برضو كلمتك. بس ده ما يمنعش يعني ان احنا نكون متابعين الورشه اللي حاطين فيها فلوسنا. طب عشان ما نوقفش المراكب السايره، ان كان علاء ولا منعم، في الاول وفي الاخر يجوا لي في كل حاجه. الكلمه الاولى والاخيره تبقى كلمتي يا كارم، اتفقنا؟ طبعا يا عم مسعد، كده كده كلنا هنتعلم منك. خلاص على خيرة الله. يبقى نقرا الفاتحه بقى، نقرا الفاتحه عشان ربنا يبارك. طب وانت رديت عليها قلت لها ايه؟ انا رفضت طبعا. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني انا من حقي ارفض، وهي كمان من حقها تطالب بحل بديل. انا من ناحيتي بدور على اي حاجه اضغط بيها عليه، بس لغايه دلوقتي مش متوفق خالص. وجلسه الحضانه اللي هو رافعها باسم اخته دي خلاص قربت على الاخر. ايا كان الوضع اللي انت بتقول عليه ده وضع صعب جدا ومش مبلوع كمان. يعني ايه تتطلقوا وبعدين تتجوزوا تاني؟ طب لما تتجوزوا تاني هتعيشوا مع بعض في البيت ازاي؟ مش فاهم. وبعدين هل الطلاق ده هيبقى على ورق بس ولا قدام الناس كمان؟ طيب لما ترجعوا تتجوزوا تاني هتتجوزوا في السر؟ طبعا، ما هو لو عرف بموضوع جوازنا ده هيستخدمه ضدنا وهيطلب بضم الحضانه. ما تأخذنيش في السؤال ده يا ابني. يعني لو انت فضلت مصمم على رفضك للحل ده، والله لا يقدر المحكمة حكمت في الجلسة اللي جاية لمسعد، تفتكر ان بسمة يعني
هتفضل بنتها على جوازكم؟ بمعنى أوضح، تفتكر إنها هتنهي جوازكم علشان يحق لها قانونا إنها تحتفظ بريم؟ مش عارف، بس انا ساعات بحس انها هتختار البيت وهتسلم امرها لله. بس برضه ارجع اقول مسعد ده مش مضمون خالص، ممكن يحرمها من انها تشوف البنت، ودي حاجه هي مش هتستحملها خالص. هو ممكن يعمل كده من الاساس يعني؟ هم قالوا لنا انه قانونا لا، بس اقلها ممكن يعملها بالمثل، ممكن يخليها تشوف البنت ساعتين في الاسبوع، ودي حاجه ممكن تجنن بسمه. طبعا يا ابني، طبعا في الاول وفي الاخر هي ام برضه، ودي حاجه انا محترمها فيها جدا على فكره. بصراحه يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه، وبرضه بصراحه انا مش مستريح لحكايه جوازكم في السر دي. يعني هتعيشوا ازاي في بيتكم مع بعض، وحياتكم هتبقى ماشيه ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا عارف يا ابني انه اختيار صعب، بس في نفس الوقت مش قادر اقول لك تعمل ايه. لا، ترمبات البنزين المفروض تبقى هنا مش هنا. ايوه صح، معلش بقى لسه مبتدئه. لا خالص، بالعكس انت شاطره جدا. انا يعني لسه جديد في موضوع السوفت وير يعني، بس برافو عليك، انت عامله شغل حلو قوي. ميرسي. بس انت ازاي بتقول كده؟ انا جدو صالح قال لي ان انت كنت عامل اب توصيل في المشروع بتاعك. ايوه كنا عاملين ابلكيشن، بس ما كنتش انا اللي ماسكه، كان شريكي. ليه انتوا كنتوا كام واحد شركاء؟ احنا كنا 3، انا وهشام اللي حكيت لك عنه، اه وواحده ثالثه كده يعني كانت زميلتنا. اه اوكي. يلا بقى قومي اتغدي وسيبي لي السوفت وير ده خالص، يعني انا هظبطه. بعدين انا خلاص بقيت بتاع مخازن قديم، فما تقلقيش. ايوه انا تعبت فعلا. طب ما تيجي نتغدى سوا؟ انا ماما اللي هي بنت عمك يعني بعت معايا اكل ليا انا وانت وجدو. والله يشكرها لي جدا، بس انا فعلا مش قادر يعني. ممكن تاكلوا انتوا بالهنا والشفا. هو انت واخد جنب ليه يا ابني؟ انت واحد من العيله دلوقتي، واسفه يعني لو بقول لك يا ابني يعني، والعشم خدني وكده، وانت اصلا في مقام خالي. لا والله انا مش واخد جنب ولا حاجه، بس بصي هو الوضع كله غريب بالنسبه لي، يعني مش عارف هتفهميني ولا لا. ايوه فهماك. انت مش عارف تتعامل كموظف ولا كواحد من العيله، ولا تتعامل ازاي بالظبط. صح، هو ده. هو موقف غريب بصراحه. يعني شوف احنا قرايب ازاي، ومع ذلك انت اول مره تشوفني من زمان كان لما جيت اشتغلت هنا، مش كده؟ لا انا شفتك قبل كده، كنت حاجه قد كده. ايه ده؟ امتى ده؟ ده كان في خطوبه بسمه وشريف. الحادثه التي دمرت العائله. ايوه صح مظبوط. بس انا شفتك في مره اقرب من كده. امتى؟ في عزا مامتك. انا متاكده ان انت ما خدتش بالك مني، انت وقتها كنت في حاله صعبه قوي. انا ماما كانت بتقول عليها ان هي ست عظيمه وحنينه قوي. انا اسفه لو بكلمك في حاجه تضايقك، انا حقيقي ما اقصدش. لا خالص والله مفيش حاجه، بس هي فعلا كانت ست عظيمه. طب يلا بقى الغدا معايا ومع جدو. صدقيني مش قادر والله، مش جعان خالص. خلاص خلينا اما نجوع. لا وعلى ايه، يلا بينا. يلا بينا. سك. يلا. مالك؟ مفيش، عادي. اتكلمي يا بسمة. بص، انا مش بحاول اقنعك، بس انا وانت عارفين كويس قوي يا معتصم ان احنا من ساعه ما اتجوزنا كل ازمه مرينا بيها سهل جدا كانت تاثر على جواز اي اتنين. احنا حصل معانا العكس الحمد لله، قربتنا من بعض اكتر. قربتنا ايه بس يا حبيبتي؟ انت عايزانا نتطلق؟
قدام الناس يعني. ما انت بتقول اهو قدام الناس بس. بص انا عارفه ان الموضوع صعب واحنا مجبرين عليه عشان بس ما بقاش بقول اي كلام. انا كمان خايفه جدا، بس برضو متاكده ان احنا مع بعض هنقدر نعدي اي حاجه مادام بنحب بعض. انت كمان مصدق ده ولا لا؟ طبعا مصدق. طيب يا معتصم يبقى نعمل كده، على الاقل نبقى احنا متحكمين في كل حاجه، لانه لو الاختيار التاني مش هنبقى كده. انا مش هكون بسمة اللي انت عرفتها وبتحبها لو ريم سابت البيت هنا وراحت عاشت هناك. انت مش فاهم، مش عارف كوابيسي مع المكان ده عامله ازاي. طب انا هقول لك على حاجه عمري ما قلتها حتى لنفسي، بس جت على بالي في الايام اللي فاتت دي. ريم لو كانت ولد يجوز كنت سبتها له او سبته له يعني يعيش معاه. بس ريم لا. انا لو سبتها تعيش هناك كاني موديها تتهان وتتجرح بايدي، عشان انا عشت معاهم الاحساس ده قوي يا معتصم. طب انت يعني فاهمه انه الطلاق ده مش بس هيكون بره البيت وقدام الناس؟ بتهيألي انه ريم كمان لازم تبقى مصدقه اننا اتطلقنا فعلا، والا ممكن تروح تغلط بالكلام قدام ابوها وتبوظ لنا الدنيا. وبما ان ريم هتبقى مصدقه اننا اتطلقنا، يبقى كمان مصطفى لازم يبقى مصدق اننا اتطلقنا. يعني احنا كده هنبقى اتطلقنا بره البيت وجوه البيت. فاهمه ده معناه ايه؟ هنلاقي حل يا معتصم، طالما انا وانت عارفين ان احنا متجوزين مفيش اي حاجه هتقف قدامنا. طب وده هيفضل لحد امتى يعني لحد ما يحصل ايه؟ ما هو احنا اكيد حياتنا مش هتفضل كده يعني. لا طبعا، مش انت بتقول ان انت مش سايب سكه وبتدور على اي حاجه تضغط بيها عليه؟ اه طبعا. طيب يا معتصم يبقى ان شاء الله الوضع ده مش هيطول. حاضر يا بسمة، انا هعمل كده، مع ان جوايا حاجه بتقول لي لا، بس انا ما عنديش حل تاني اقدمه، عشان كده مش عارف اقول لا على الحل ده. عندي امل كبير قوي بقى جوايا انه احساسي ان احنا بنعمل حاجه غلط يطلع هو اللي غلط. ان شاء الله هيطلع غلط، هتشوف. انا بحبك قوي يا معتصم. ست كتر خيرك. يا بسمة أنا مش موافق على فكرة الطلاق من أصله، ده هزله جد. الطلاق يعني طلاق. مين قالك ان في هزل في الموضوع يا بابا؟ ما هو احنا هنتطلق فعلا طلاق رسمي، وبعدها هنتجوز تاني، الفرق بس في الورقه الرسميه. تتجوزوا تاني؟ جواز ايه ده بقى اللي يبقى في الضلمه مش في النور؟ لا طبعا الجواز هيبقى معلن وفي النور وكل حاجه، في اكتر من ان حضرتك والحاج المسيري عارفين وموافقين وكمان شهود على العقد. يا بنتي حتى لو شرعي الطلاق فكره مش مستحبه اصلا، يعني طالما ما فيش اسباب طبيعيه للطلاق اللي هي النفور بين الزوج وزوجته، يبقى ليه الليله دي كلها؟ لحد بس ما نخلص من تهديد مسعد يا بابا كل حاجه هترجع زي الاول، هنعمل عقد رسمي كله هيرجع زي الاول. انت بتضحكي على نفسك يا بسمة. فكره الطلاق اصلا انا مش موافق عليها، سواء كانت بقى طلاق مؤقت او غير مؤقت. طب يعني قول لي اعمل ايه؟ قول لي انت يا بابا اعمل ايه عشان ما تحرمش من بنتي، عشان انت نفسك ما تتحرمش من ريم. يبقى مفيش قدامي غير انك تسلمي امرك لله والقاضي. هو مش المحامي قال لنا الفيصل في الحكايه دي هو القاضي؟ انت بقى لما تقفي قدام القاضي قولي له ان مصلحه ريم انها تعيش معاكي انت. القاضي لما هيحس كده هيحكم لصالحك. يا بابا ده لما كان هيختار بيني وبين مسعد، انما دلوقتي طبعا هيحكم لوفاء من غير تفكير. كمان يا بنتي انا محتار، مش معقوله يعني عدمنا الحلول للدرجه دي يعني. هو ده الواقع للاسف، والنبي يا بابا عشان خاطري انا اصلا خايفه ومرعوبه، واخر حاجه محتاجاها دلوقتي ان انا اعمل ده وحضرتك مش معايا. يا بنتي انا مش هستحمل ان اشوفك بتطلقي للمره الثالثه وبمباركتي كمان. ده انا ما صدقت ان ربنا كرمك ومن وسع اقوم اشوفك بتطلقي واسكت، سواء بقى كان طلاق مؤقت او غير مؤقت. تمام يا بابا اللي تشوفه، بس ممكن على الاقل تخلي يوسف يجي معايا بكره، ولا حضرتك عايزني ابقى في الموقف ده لوحدي؟ والله انتوا كبار وادرى باختياراتكم، ولو عايز يروح معاكي انا مش همنعه.
تمام يا بابا. عن اذنك. اتفضلي. امال الاستاذ محمود فين؟ بابا تعب امبارح فجأة فللأسف مش هيعرف يجي. تعب. لا، الف سلامه. الله يسلمك. عموما الاستاذ يوسف يعني او يسد برضه. اتفضل يا استاذ كمل وانا مع حضرتك. بسم الله. طب خليكم انتوا، انا هقوم افتح. ايه ده بابا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه انتوا بدأتوا ولا لسه؟ لا لسه. اتفضل فضيلتك. يا جماعة خليكم فاهمين إن إجراءات الطلاق بتتم في أقل من 5 دقايق، راجعوا نفسكم. اتفضل. تمام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قول ورايا يا أستاذ معتصم. وأنت يا زوجتي. أنت يا زوجتي. بسمة محمود عبد الدايم. أسماء محمود عبد الدايم. طالق مني على ذلك. طلق مني على ذلك. اتفضل يا فندم، توقيع الزوج. اتفضل يا فندم، توقيع الزوجة. أحب أفكركم بالعشرة ولا تنسوا الفضل بينكم. والنبي يا اسطى برضه لما تخلص الدولاب ده يعني يبقى ايه يعني زيحه ناحيه الحيطه كده. ها؟ الشاي. ما قلتيش ليه يا حاجه؟ كنت جيت خدته مني كان. ما انا قلت اطلع افرح بالاوضه. الشاي يا اسطى. حلوه قوي، لونها جميل جميل. تعالي بقى يا سيدي. ذوقي ده. يا رب الله يعجبك. تسلم ايدك يا استاذ. يا رب. ايه قولي، كلمت الاستاذ محمد؟ يعني اديله ساعه كده ولا حاجه عقبال ما يجيب الحكم. يا اخويا صبرنا سنين، نصبر كمان ساعه ولا حتى يوم. يا ستي قولي يومين ثلاثه. يا بسمه برضه مش هتسيب لنا ريم يعني في نفس اليوم. انا بقول ده اصلا ده احنا ممكن نروح نجيبها بالبوليس. تعملها قادره وتعملها. اهو جه على السيره اهو. الو. ايوه يا استاذ. ايوه. ايه في ايه؟ ده امتى حصل الكلام ده؟ طب وده معناته ايه كده؟ يعني انت اتأكدت من حكاية الطلاق دي بنفسك يعني؟ طب يا استاذ متشكر. ماشي حاضر متشكر. السلام عليكم. في ايه؟ اسمها اتطلقت. ما تتطلق ولا تنفلق، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي بس يا أما؟ ده معناه ان ريم هتفضل معاها. تكون اتطلقت عشان كده؟ ربي يعني اليوم اللي بنتي فيه خلاص هتبقى فيه في حضني تروح هي تتطلق قبلها؟ باين انه موضوع ملوش اخر. اتطلقتوا؟ ازاي وليه؟ أو اللي حصل بقى. انا اسفه يا معتصم، بس بصراحه كده ما كنتش متوقعه كده خالص. ما انكرش ان انا في الاول كنت حاسه ان الموضوع غريب شويه،
يعني بحكم ان انا كنت عارفه علاقتكم قبل كده كانت عامله ازاي، بس بعد كده حسيت انه تمام جدا وشكلكم متفاهمين وكويسين جدا مع بعض. هو احنا دلوقتي ما بقيناش متفاهمين وما بقيناش كويسين مع بعض. ما علينا، خليني في اللي جاي لك عشانه. هنعمل ايه مع مصطفى؟ نبلغه ازاي حاجه زي دي؟ لا هو احنا لازم نقول له. المشكله ان انا مسافره كمان كام يوم. طب هو هيعمل ايه لما يرجع البيت وما يلاقيش بسمه؟ هو كده كده طبعا هيرجع، بس انا خايف قوي من رد فعله لما يعرف يا حبيبي انه البيت اللي عاش فيه للمره التانيه هيتهد برضه. هتبقى صعب عليه قوي، وهو حبيبي مش ناقص. انا عشان كده بفكر ما اقولوش اصلا. لا طبعا، ازاي؟ ما هو كده كده هيرجع، هتقول له ايه؟ صراحه هو يعني معلش، بس ممكن تاجلي سفرك شويه بس كده لحد ما الاقي حل. حل في ايه يعني؟ تحاول ترجعها مثلا؟ يعني حاجه زي كده. ربنا يوفقك طبعا، بس انا لو هاجل كام يوم، فانت لو هتعرف تحل ده في كام يوم فكان لازمتها ايه من الاول انك تاخد الاجراء ده؟ انا ما اعرفش يا ساره لازمتها ايه، بس هو ده اللي حصل. اديني بحاول اشوف حل اهو، ممكن ما نحتاجش نبلغه بحاجه اصلا. تمام. طيب انا هاجل وانت ان شاء الله تعرف تحل كل حاجه مع بسمه، وفي كل الاحوال اهو معانا وقت نعرف نفكر ونشوف هنعمل ايه. متشكر جدا، واسف طبعا اذا كنت دربكت لك كل خططك بسبب المشاكل اللي عندي. لا ولا يهمك خالص، احنا بس محتاجين نودي مصطفى لسايكاتريست. هو انا سالت صحابي وهم قالوا لي على اخصائيه شاطره جدا، بس انا بصراحه كنت ناويه اقول لك انت تروح معاه لاني ما عرفتش احجز ميعاد قبل ميعاد سفري، بس بما اني كده كده هاجل فخلينا نروح سوا. ماشي مفيش مشكله، ماشي. لا، المشكلة مش في الملزمة، المشكلة في المكن. يا عوني. نعم يا حاج. شوف الموضوع ده، مش عايزين نضيع وقت أكتر من كده، الله يرضى عليك. من عينيا. حاضر يا حاج، حاضر. اعتصم. تفتكر هنلحق نسلم الطلبية في ميعادها؟ هنلحق ان شاء الله يا حاج، ان شاء الله نشتغل وقت فوق الوقت، مش هيجرى حاجه يعني. لا 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 لا، مش عايزين نيجي على العمال أكتر من كده. احنا الفترة اللي فاتت شدنا عليهم كتير قوي. لو الشغل هيخلص في ميعاد اليوم العادي كان بها، ما كانش اتصل بالناس اعتذر لهم وشوف الترضية اللي تعجبهم واحنا تحت امرهم. حاضر يا حاج، حاضر. يا مسهل يا رب. ايه اخبار البيت يا معتصم؟ والله يا حاج مش احسن حاجه يعني. بقالي شهرين اهو بروح وانا بتلفت حواليا زي الحراميه، لا وفي ميعاد محدد كمان. بصراحه الموضوع ده مضايقني قوي. شوف يا حبيبي، طالما انك ارتضيت الوضع ده ما تبين لهاش بقى انك متضايق وتعامل عادي طبيعي. ما هو ده اللي انا بعمله يا حاج والله، بس انا بفضفض معاك بكلمتين والله مش اكتر. يا استاذ معتصم، الناس بتاع دار السحر مستنيين حضرتك فوق. شكرا يا عم عون، اطلع لهم انا يا حاج بقى. طيب وما تنساش تبقى تطمني عملت ايه مع الناس. ماشي يا حاج.
بسمه. ايوه يا معتصم، عماله اكلمك وابعت لك رسائل وانت ما بتردش عليا. انا قلقانه عليك قوي، انت فين؟ انا في العربيه. انت ما بتردش عليا ليه؟ الموبايل بس كان معمول سايلنت. ما بيرنش يعني على سبيكر العربيه؟ لا، ما هو العربيه مبطله. انا كويس، ما تقلقيش. طب يلا يا معتصم تعالى على البيت. ليه؟ هو مش الولاد لسه صاحيين ولا ايه؟ انا هقفل عليهم وهنزل اقعد معاك في العربيه. لا، خليني شويه وهاجي بعد ما ريم تكون نامت. انا عايزه تبقى فاهمه حاجه واحده بس، ان انا خلاص ما بقتش موجود. اسمع الكلام بس يا معتصم، تعالى عشان خاطري. يا بسمه خليكي مع الولاد لحد ما يناموا، وانا هاجي كمان شويه. انا كويس. انا هدخل البس دلوقتي. خلاص بقى يا بسمه بقى. 10 دقايق بالظبط وابقى تحت البيت. يلا سلام. معتصم، أنا حاسة بالذنب قوي إن أنا مش عارفة أكون معاك. أنا المفروض أكون معاك دلوقتي ليل ونهار. ملكش ذنب يعني تدفع تمن حياتي المتلخبطة دي، تبقى لوحدك في وقت زي ده. حقك عليا حقي، سامحني والنبي. انا كويس يا بسمه والله، ما تشغليش بالك بيا، ما تشيليش ذنب حاجه. انت كمان اللي بتهديني. طيب انا هنا عشان ابقى جنبك وعشان اسمعك، مش عشان اشتكي لك وتهديني خالص. وانا ما عنديش حاجه اقولها اصلا. عارفه، لو احنا اصلا كنا مع بعض مفيش حاجه تمنعنا، ما كانش في اي حاجه هتتغير في اللي انا عملته. يعني انت مش مقصره في حاجه. انا كنت حاسس ان انا محتاج بس اسكت واسرح في كل حاجه حلوه عشتها معاه، مش اكتر. هو دلوقتي في مكان احسن يا حبيبي. هو طول عمره راجل طيب وجميل وعمره ما اذى اي حد، فان شاء الله هو في مكان احسن. انا بس في الحاله دي لما بكون حاسس حاجه زي كده كنت بروح له هو واقول له، واعرف اشرح له انا بحس بايه. عارفه ومقدره والله يا حبيبي، عشان كده هتجنن وعايزه ابقى معاك. عارفه 10 ايام اللي فاتوا دول كنت ساعات اخش جري على اوضته، على النادي اللي جوه، واقول له انا حاسس بايه ناحيه انه مش موجود. كنت عايز بس اشتكي له انه غايب بس. انا حاسه بيك. طب ده يرضي مين يا مسعد؟ بذمتك انت نفسك مرضي بالارقام دي؟ احنا لسه في الاول يا كارم وبنقول يا هادي، مش هينفع نكسب من اولها كده. نكسب؟ انا بس مش عايزين نخسر. لا ما بنخسرش برضه. تسلم يا حبيبي. ما نخسرش ازاي؟ وانا لما يبقى اللي داخل يبقى بالظبط على قد المصاريف وعلى قد اجور الشغيله ابقى ما بخسرش؟ انا لو حطيت الفلوس ديت في البنك كانت جابت لي قد ايه؟ انت عايز تعبي وتغرف واحنا لسه عايزين نقف على رجلنا. اغرف واعبي ايه؟ انا عايز ادورها صح عشان ما تخسش مني واخسر بسببها اللي انا عملته في غيرها. يعني احنا تاني هنعيد نفس الكلام؟ انا عارف اللفه دي كلها عشان الكلمتين التعبانين اياهم. بص يا كارم، ده مش سوبر ماركت. الزبون مش داخل عارف هو عايز ايه وعارف هو بكام. احنا هنا بنربي زبون بالخامه النظيفه وبالسعر المعقول. ما هي الخامه العاليه هتخلي السعر يبقى عالي، وانا قلت من الاول نشتغل في الخامات المرتاحه. لكن انت هنقول ايه؟ صممت على اللي في دماغك برضه. احنا متفقين من الاول ان انا اللي سايق، موديلاتها بخاماتها باسعارها كلها مسؤوليتي. يبقى تسحب فلوس من جيبك مش من جيب شركاتك في الشغل عمال على بطال. بقول لك ايه، احنا عملنا اللي علينا وقومنا الشغلانه. الخسائر اللي جايه دي بقى تخصك انت. تخصني انا ازاي بقى؟ يعني انت لو خلاص مصر تعمل ده يبقى تتحمل مخاطره، تسحب الخامات دي على حسابك بالاجل.
طب ومكاسبها؟ نحسبها ساعتها، كله متأيد. ماشي يا كارم، بس افتكر كلامك ده عشان ساعتها لما نتحاسب هنعيد كل الكلام من الاول. ومش معنى ان انت ماسك حنفيه الفلوس يا كارم يبقى تتحكم فينا بالمنظر ده. تمام يا سيدي لو مشيت زي ما انت عايز يبقى تمام التمام، بس لغايه ما ده يحصل وطول ما حنفيه الفلوس زي ما انت بتقول في ايدي هو ده اللي هيمشي. دي المنتجات الجديدة اللي جاية في الشحنة اللي هتوصل بعد كام يوم. اعملوا حسابكم عليها في شغلكم. طب كويس انك قلت لي عليها من دلوقتي. تقدر تشتغلها النهارده يا يوسف؟ تمام، هبص عليها واكودها واحطها في الكاتيجوري بتاعها. تمام. أخبار البرنامج إيه؟ هستلموا منك إمتى؟ قربنا نخلص، وبعدين من ساعة ما يوسف جه وهو مسرع الدنيا معايا شوية. يعني قول كده مثلا على آخر الشهر هنكون مخلصين البرنامج ومكودين كل الأصناف، وهتدعي لي أنا ويوسف كمان. أما أشوف. طيب أنا كنت عاوزة أخد باقي الحساب عشان هرجع شغلي القديم. ايه ده، انت عايزه تسيب الشغل؟ ما أنا قلت لك أنا مش مطولة هنا. ما تكملي معانا يا علي. يعني بعد ما فهمت الشغل هتسيبينا ونرجع ندور على حد، ويا عالم هيبقى وضعه إيه؟ والله يا عم انا ممكن اساعد، يعني انا ليا واحد صاحبي ممكن يشتغل مكان عالية لو حضرتك حابب يعني. يبقى هاتولي أشوفه. إيه ده؟ هو أنت ما صدقت ولا إيه؟ لا والله خالص انا ما اقصدش. طب إيه رأيك بقى إن أنا هقعد؟ براحتك. إحنا بنتكلم جد دلوقتي. ناوية على إيه؟ جد الجد همشي. هرجع شغلي الأصلي عشان كان فول تايم، وبعدين أنا قلت لك أنا كنت شغالة هنا بارت تايم مع الشغل التاني. اللي تشوفيه. صاحبك ده ظروفه إيه؟ لا شاطر جدا ومجتهد، وكمان بيفهم في الاي تي، وهينجزنا يعني ان شاء الله، حضرتك ما تقلقش. ولا عشان صاحبك؟ لا والله خالص، هو بجد فعلا شاطر. يبقى هات أشوفه. اجيبه لحضرتك اول الشهر؟ لا أول الشهر إيه؟ من بكرة. يقضي الأيام دي يفهم الدنيا ماشية إزاي، ومعاكوا عالية. حاضر، اللي تشوفه. شاطرة يا ريم، شطورة والله، برافو عليكي. كملي يا حبيبتي. الو، ازيك يا مريم؟ وازاي ريم؟ احنا الحمد لله كويسين يا حاجة عبلة، الحمد لله. لحد امتى يا بنتي هتفضلي منع عننا اننا نشوف بنتنا؟ بالراحة بالراحة بس يا حاجة، هو انت على طول داخلة فيها شمال كده؟ ولا شمال ولا يمين يا بنتي، انت عارفه ان انا اللي في قلبي على لساني وما بعرفش ازوق الكلام، واللي انت عاملاه معانا ده ما يرضيش ربنا. وانت بتكلميني من الباب للطاق تتخانقي معايا؟ لو النعمه الشريفه انا مكلماك اتحايل عليك، لا مش هتحايل عليك، ابوس جزمتك اننا نشوف بنتنا. شفتي وصلتينا لايه؟ وانا بقى المفروض دلوقتي ادافع عن نفسي واقول لك ان لا، مش انا اللي عملت كده، ومش انا السبب، ومش انا اللي موصلانا للي احنا فيه، وشوفوا انتوا عملتوا ايه قبل ما تتهموني باللي انتوا بتقولوه. انا مش هعمل كده يا حاجة عبلة، عشان انت اكتر واحدة عارفة وفاهمة اللي بيحصل من اوله. بسمة حاجة قبل ما تقصدش، يعني هي مش تقصدش انها تلومك ولا تعاتبك، هي بس ريم وحشها قوي، عايزة تشوفها يعني شوية زيادة. انت عارفة هي ما شافتهاش بقالها قد ايه؟ وانا ما حشتهاش يا مسعد، ولا يوم اخرت البنت عن ميعاد الرؤية. يا بنتي ما الرؤية دي في النادي ساعتين، بعد الغيبة دي كلها نشوفها ساعتين؟ ده ان قدرت اروح النادي من اصله. بس يا بسمة انا ولا عايز اتعبك ولا عايز اتعب عم محمود ولا يوسف ولا اي حاجة، فانت اللي تقولي عليها يمشي. انا هاجي اخدها منك في الوقت اللي انت تقولي عليه، اقعدها مع امي بس تقضي النهار، وبعدين في الوقت اللي انت تقولي عليه برضه هرجعها لك. لا ملوش لازمة الكلام ده كله. ريم هتكون عند بابا يوم الجمعة من بدري، هتروح تاخدها من عند بابا وهترجعها عليه برضو قبل المغرب. طيب خلاص ما تقلقيش، انا اللي قلتيه هيحصل خلاص. انا كنت برضو عايزك يعني برضو في موضوع تاني كده، عايز اتكلم معاكي كلمتين. اي حاجة تخص ريم ممكن تتكلم فيها مع بابا يا مسعد. لا هو ما يخصش ريم. يبقى مفيش ما بيننا كلام يا مسعد، ولا هيكون فيه. مع السلامة. طيب سلام عليكم. مع السلامة. ايوه معتصم، ايه الاخبار؟
تمام الحمد لله. انتوا اخباركم ايه؟ احنا كويسين. ريم قاعده بتذاكر اهي، ويونس اكلته ونايم شويه. روحت؟ لا والله لسه في الشغل. طب بقول لك ايه، جدة ريم كلمتني وقالت لي ان هي عايزه ريم تقضي معاها الجمعه الجايه. انت قلت لها ايه؟ وفي الاول انا ما كنتش موافقه بصراحه يا معتصم، وبعدين قعدت تترجاني فوافقت. طب وده هيحصل ازاي ده؟ عادي زي الرؤيه العاديه يعني. بابا هيعدي ياخدها الصبح، وهو هيبقى يروح ياخدها منه ويبقى يرجعها عليه برضو اخر النهار. بعدين قلت فرصه يعني نقضي مع بعض وقت اطول يوم الجمعه. ولا انت شايف ايه؟ يا سلام، هي دي فيها شايف؟ طبعا موافق. ماشي، هسيبك بقى تكمل شغلك. كلمني لما تروح. ها؟ ماشي يلا، باي باي. انا اسف والله يا استاذ طلعت، بس المكالمه دي مهمه وكان لازم ارد عليها. ولا يهمك معتصم بيه. لكن قول لي حضرتك، انت عايزنا نلغي العقد اللي عمله لك المرحوم عقد البيع؟ يعني مش بالظبط كده. انا عايز اوصل لصيغه قانونيه تضمن ان انا بعد ما ارجع كل حاجه زي ما كانت الاول قبل العقد، يعني ان انا برضو افضل محتفظ بحق الاداره. يعني حضرتك عايز نعمل عقد جديد ما بين حضرتك ومدام فاطمه ومدام ليلى بالمعنى ده؟ بالظبط كده. انا عايز عقد يضمن لهم حقوقهم ونصيبهم في الارباح طبعا، بس في نفس الوقت ما يبقاش ليهم اي حق في اتخاذ اي قرار ليه علاقه بالمطبعه. حضرتك عارف طبعا دي كانت رغبه الحاج الله يرحمه. مفهوم طبعا، والامر بسيط. انت بموجب العقد اللي عمله لك الحاج بقيت انت الملك الوحيد للمطبعه، وبكده نقدر نعمل عقد بيع وشراكه منك لاخواتك بنسبه لا تتجاوز ال 45% مثلا، ونقسمهم منهم هما الاثنين. اما بالنسبه لعقد الشراكه ده هحط لك بنود تضمن لك حق الاداره وحق التوقيع على المعاملات الماليه وعقود الشراء والبيع وتوقيع البنك وكل حاجه، ما تقلقش خالص. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، انا تعبك معايا. طب استاذن حضرتك بقى نجهز العقد يعني عشان نراجعه مع بعض قبل ما اعرضه عليهم. اوامر اوامر يا معتصم بيه. شكرا. اتفضل الشاي يا مسعد. تسلم ايدك يا عم محمود. على ما تشرب الشاي يكون يوسف وريم وصلوا بإذن الله. يوصلوا بالسلامة إن شاء الله على مهلهم. الله يسلمك. احنا بقالنا كتير بنتقابل لكن ما قعدناش نتكلم كده وناخد وندي مع بعض. البيت من غير ست يعني ملوش طعم برضه. الله يرحمها بقى. الله يرحمها. بس ريم متعلقة بيك قوي وبتحبك قوي يا محمود. أنا كمان بموت فيها أعظم الولد. أنا يعز عليا اللي أمها فيه. بنت اتبهدلت معاها برضه. واسمها زي الفل الحمد لله. يعني طلق 3 مرات وآخر جوازتين طلع بعيل من كل جوازة. حاجة تقيلة برضه على أي واحدة وعلى أي عيلة. بص يا مسعد، لو كلامك ده من باب التعاطف فيبقى خليه لنفسك، ولو من باب الشماتة يبقى عيب عليك قوي. أي ابتلاء لبسمة أنت جزء منه. أنا أشمت في بسمة؟ أشمت فيها ليه أنا يا محمود؟ اتقطع لساني. صعبان عليا أنا أشمت فيها ليه؟ وبعدين أنا ظروفي ما تفرقش عنها كتير. أنا برضو ما توفقتش في جوازتي التانية. سبحان الله، كأننا عاندنا نصيبنا لما كل واحد راح في سكة غير التاني. أنت عاوز تقول إيه يا مسعد؟ مش عايز أقول حاجة يا محمود. أنت اللي واخد كلامي بحساسية بس. أنا واحد زي مش عارف هيبقى فين في السنتين الجايين، وبسمة صعبانة عليا. كتير قوي اللي بيحصل فينا ده. لا ما يصعبش عليك غالي، بسمة هتبقى زي الفل إن شاء الله. إحنا هنرفع قضية نفقة. الوضع ما بقاش زي الأول زي ما أنت قلت. من غير قضايا ولا بتاع، اللي تشوفه أنا هعمله. يبقى نمشيها قانوني أحسن. بابا الله يرحمه كان صاحب مال، يعني من حقه انه يوزع ماله على حياة عينه بالطريقة اللي يشوف انها هتحافظ على المال ده. طب وشرع ربنا يا معتصم؟
شرع ربنا ده بيبقى في الميراث يا ليلى، لكن بابا وزع فلوسه على حياة عين. يعني انت طول عمرك بتقول انك مش موافق على اللي بابا بيعمله، وانك بتحاول توصل معاه لحل يرضينا ويرضيه. دلوقتي بابا اتصرف في ماله؟ اه يا ليلى، دلوقتي بابا اتصرف في ماله. اللي كان بابا عايزه ده كان ممكن اناقشه فيه وهو موجود. دلوقتي بابا مش موجود، يعني خلاص. كلامه ده بقى لازم يتنفذ بقى سيف على رقبتي. امال انت جايبنا ليه يا معتصم؟ وعايزين نبقى قاعدين لوحدنا واللي بينا محدش يتدخل فيه. ايه؟ جايبنا تلعب بمشاعرنا من ناحيه بابا بكلمتين؟ ممكن تهدي وتسمعي هو عايز يقول ايه؟ سيبيها يا فاطمه، سيبيها. انا كده كده خلاص ما بقاش يفرق معايا هي بتقول ايه او بتعمل ايه. انا حتى ما بقتش قادر اعاتبها. سواء قبلتي او ما قبلتيش انا خلاص بقيت مكان الراجل اللي انت بتتهميني دلوقتي ان انا بلعب بمشاعرك ناحيته. لازم استحملها يا فاطمه زي ما كان هو هيعمل بالظبط. اهدي يا ليلى. قولي يا معتصم عايز تقول ايه؟ انا هعمل اللي بابا كان قاصد يعمله. كلنا عارفين بابا كان عايز يديني المطبعه ليه. كان عايز يحافظ على حقوقكم في الاصول وفي السيوله كمان. تعالوا نتكلم بصراحه بقى ومن الاخر. بابا ما كانش عايز لا عمر ولا طارق يكونوا موجودين في المطبعه، ولا في الشغل ولا في الاداره ولا في اي حاجه تخص مصير المطبعه. واحنا طبعا مش جايين هنا عشان نناقش اذا كان بابا صح ولا غلط. ها خلاص انا بقيت ملزم دلوقتي ان لازم اعمل كلامه ده واحافظ على رغبته. انا هنسى خالص ان كان في عقد مكتوب بيع وشراء. هعمل عقد جديد وهقسم المطبعه بيني وبينكم 55% ليه و45% ليكم. اظن كده بقى تبقوا انتوا موجودين في الشغل اللي بيجيب الفلوس وبنسبه كويسه جدا قريبه من نصيبكم الشرعي كمان. والنسبه القليله اللي باقيه دي هبقى اعوضكم من الاصول. اهم حاجه بقى انا اللي هدير لوحدي من غير ما يبقى فيه اي نزاع ولا شراكه في الاداره. ها ايه رايك يا ليلى؟ انا شايفاه عرض كويس. لا يا فاطمه مش كويس. انت كده بتخلينا تحت رحمتك يا معتصم. ملناش تصرف ولا سلطه في مالنا وحقنا غير من خلالك لوحدك. ملك تحت وقف التنفيذ يعني. ايه ملك ايه؟ انت على الورق مالكيش حاجه اصلا. انا اللي بوجد لك نسبه وبوجدها من العدم، ونسبه كويسه جدا قريبه من حقكم الشرعي في الميراث اصلا لو في وضع غير الوضع. انا بقول نفكر ونهدى وبعد كده نرد. معتصم لو بتحب بابا صحيح مشيها بشرع ربنا وصلح الغلطه اللي هو عملها. انت النص واحنا الاتنين النص. انا لو مشيتها بشرع ربنا يا ليلى هتخسر. المطبعه ما كانش جزء من ممتلكات بابا عشان تخش في الميراث. فكروا كويس وردوا عليا. وانا ما عنديش كلام تاني ممكن اقوله في الموضوع ده. تيتا شكلها غيرانة من شعرك ده. بيوشوشك يقول لك ايه؟ مش وشاش ولا حاجه، ولاش حاجه. امال بتضحكي على ايه يا بنت مسعد؟ مفيش يا تيتا. بيقول لك حاجه على شعري، والنبي ده كان طول كده لحد ما عمتك وفاء قصتهولي مش راضي يطول من ساعتها. شعرك حلو يا تيتا. ده كان حرير وواصل لنص ظهري. امال انتي طالعه شعرك حلو لمين؟ لامك اياه. طلع لي طبعا. الصراحه طالع لعمتك ما البت لعمتك. ايوه. ما قلتوليش بتضحكوا على ايه؟ وبعدين بقى ايه ده؟ عاملين عليا رباطيه انتوا الاتنين؟ يعني ايه رباطيه؟ الحق بنتك مش عارفه يعني ايه رباطيه. يعني ايه رباطيه يا بابا؟ يعني نبقى مع بعض يا حبيبتي. انا عايزه ابقى معاك على طول. بجد يا حبيبتي؟ وكمان ماما تبقى معانا. انت عارف ان ماما وانكل معتصم اتطلقوا وانكل معتصم مبقاش عايش معانا؟ عارف ما يعني امك ما عندهاش بخت في موضوع الجواز ده. اللي انت بتقوليه ده البنت بتلقط. ما تلقط على الاقل تعرف يعني ايه رباطيه. بعدين هو انا قلت ايه؟ البنت صعبانه عليا اللي اسمها بسمه دي اتطلقت 3 مرات وفي ايدها عيلين. قال بالحق اخوك اسمه ايه؟ يونس. انت مبسوطه معانا يا حبيبتي؟ مبسوطه معانا النهارده؟ هتبسط اكتر كمان لو رجعنا عشنا مع بعض انا وانت وماما. ابوك الكلام جه على هواه. ما القط ما يحبش الا خناق. انا خلاص خلصت لك بقى الضفيره الفظيعه دي. بصي ايه رايك؟
حلو قوي يا بابا. ده حلو بجد ولا؟ على كلام عيله صغيره. لا هاخد على كلام وشك اللي هلل والضحكه من هنا لهنا. اي حاجه تسعد بنتي مستعد اعملها. عايزاكي يا ريم كل يوم تزني على ماما، قولي لها عايزه اروح لستي وانا هعمل لك كل الاكل اللي انت بتحبيه. خلي ريم بره الموضوع، هي بس مش هتمانع انها تبقى تيجي تشوفك. لا يا اخويا منعت، هي البت جات لنا الا بعد ما تحايلنا وبوسنا الجزم، لازم بس ما تعرف انه حقنا. بص على بنتك وشها ورد ونور بسم الله ما شاء الله ربنا يحميها، وطول النهار بتلعب مع اولاد عمها. هي ايه محبوسه هناك دي؟ وهناك غير هنا يا امه. دي ورده على التلفزيون تعرفي؟ اه. قومي يا بنت راسي، قومي 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 مرقص بنتك يلا. سوقاتي بتحلو. خلص؟ خلص خلاص. كام؟ 1-1. أنا متضايق؟ لا عادي عادي. ايه انت طالبه حاجه؟ لا. امال ايه مين ممكن يجي دلوقتي؟ معرفش، يوسف لما بيكون جايب ريم بيتصل قبلها. هشوف مين. عجبني قوي في انبي الجديه اللي ابتدوا بيها المباراه، بالفعل وصلوا ان هم 40 دقيقه هم اللي عايشين جوه المباراه. بجد حاجه عجيبه قوي. مسعد جايب ريم. يعني ايه ليه يعني انتوا متفقين على كده؟ هنتفق على كده ازاي يعني؟ عارف لك بقى. طب هنعمل ايه؟ في صوت، في حد جوه. هفتح له كاني جاي اطمن على يونس عادي. لا هتطمن على يونس بالبيجامه؟ طبعا. هنسيبه يرن كده لحد ما يزهق ويمشي، وبعدين انا هقول ليوسف يكلم وياخد منه ريم. ما هو سامع صوت التلفزيون صوته عالي. انا هفتح، واحنا خايفين ليه؟ هفتح اخد منه البنت واقفل على طول، هو هيعرف منين انك موجود. صح؟ اضحك عليكي. اهلا اهلا حبيبه ماما، تعالي. الحمد لله على السلامه. يلا على اوضتك. ايه يا مسعد، انت ليه جبت ريم على هنا ما وديتهاش على بابا زي ما اتفقنا؟ يعني انا قلت مش فارقه كتير، يعني قلت اكيد وحشاكي فاجيبها لك على طول. وعرفت عنواني ازاي؟ عارفه من زمان، متسجل في القضايا اللي بيننا. تمام يا مسعد، شكرا. عن اذنك. انا بعد اذنك انت عايز اتكلم معاكي كلمتين. انت سبق وطلبت مني الطلب ده في التليفون وانا كان ردي لا. ملوش لازمه تيجي لحد هنا وتعمل اللي انت بتعمله ده. هم 5 دقايق بس يا بسمة، في كلام بينا لازم يتقال. مسعد انا لوحدي هنا، ما ينفعش ابدا نقف نتكلم على السلم كده قدام اللي طالع واللي نازل. وانا اللي بيني وبينك ريم، كلامك عنها مع بابا مش معايا. عم محمود على عيني وعلى راسي، بس الكلام اللي عايز اقوله ما ينفعش في التليفون. خليني بس اقوله لك في هدوء بدل ما الجيران يسمعوا وبعدين اضطر اجي تاني ويحصل شوشره على الفاضي. انا كل اللي فارق معايا انك تعرفي ان انا مش وحش، ان انا مظلوم، وان انا اتسجنت ظلم. انا كان واقف قصادي ناس تقيله قوي تقيله قوي، بس ما اتقل مني، وانا كنت زي اللقمه في الزور عشان انا كنت ماسك المخزن. الناس دي كانت عايزه تهرب حاجات بملايين، عشان كده عملوا اللي عملوه. كانوا عايزين يعني يشيلوني من قدامهم، وعشان كده لبسوني القضيه دي. وانا مالي؟ ما يخصنيش الكلام ده. لا مالك ويخصك. يخصك صورة بنتك اللي ابوها كان في السجن، يخصك صورتك انت كمان
على اعتبار يعني اللي بينا أو اللي كان بينا. مسعد، انا عايزه اقفل باب بيتي عليا لو سمحت. مش عايزه اسمع منك كلام تاني بعد اذنك. اتفضل من غير اي دوشه. أنا اتسجنت ظلم، حياتي كلها اتدمرت، ومبقاش ليا حد في الدنيا خلاص. مفيش غيرك انتي وريم، وانا عمري ما كنت عايز احاربك، عمري ما كان قصدي اذيك. انا بعمل كل ده عشان كنت عايزه تبقى معايا. في النهايه انت هتفضلي ام بنتي، وهتفضل ريم بنت طول عمرنا، وانت كبرتي في نظري قوي لما فضلتي ريم على جوازك. مسعد، جوازي وطلاقي انت مالكش دعوه بيهم خالص، ولو سمحت مش عايزه اسمع منك اي كلمه تانية خلاص. انا اتعلمت في الكام سنه اللي فاتوا دول صنعه الجلود. دي اول مره هعمل حاجه ابقى انا صاحبها، عشان ما يبقاش مستقبلي مرهون في ايد اي حد. وهكبر وهبني مستقبل. خلال كام سنه الورشه دي هتبقى مصنع، وهكبر. شوف يا بسمة، كل ده عشان ريم. انا ما يهمنيش اي حاجه دلوقتي غير انك تفهمي ان انا عمري ما كنت ضدك. كنت حتى بحاول اقرب منك حتى لو بالمشاكل، بس اهم حاجه تعرفي ان كل اللي حصل فيا ده كان ظلم، ان انا بريء. تمام يا مسعد، خلصت خلاص. مش هتردي عليا؟ هو انا رديت، بس لو عايزني اسمعك رد تاني فانا هقوله لك اهو. انسى العنوان ده خالص يا مسعد، وما تجيش هنا تاني ابدا. ولو سمعت كلمه منك تانية او رجلك عتبت هنا تاني، انا هتصرف معاك تصرف مش هراعي فيه بنتنا اللي جوه دي. عن اذنك. كده كتير يا بسمة، الموضوع ده لازم يكون ليه آخر. انا مهما قلت مش هعرف اعتذر لك عن الموقف اللي حصل ده، انا اسفه. بس انا ما كانش في ايدي اعمل اي حاجه غير اللي انا عملته. هو ما كانش هيمشي غير ما يقول الكلمتين الفاضيين اللي عنده، قالهم وخلصنا. هم لا كلمتين فاضيين ولا احنا خلصنا. وانت ما شفتيش؟ ده جاي يقول لك انا موجود، بيمهد للموضوع عشان يحسن صورته، وبعد كده يجي يتقدم لك بقى على نظافه. الاول كان بيجي عشان البنت، دلوقتي بقى بيجي عشان البنت وعشانك، ورجله عرفت طريق بيتي. مش هسمح له يعمل كده تاني، مش هسمح له يجي هنا تاني. لو وصلت اني اطلب له البوليس لو جه هنا تاني هعمل كده. على فكره انا قلت له ده لو انت كنت سامعني يعني. لحد امتى بقى بس انا هستحمل العيشه دي؟ مفيش راجل محترم ممكن يستحمل اللي بيحصل ده. انت فاهمه يعني ايه انا بقى واقف هنا في الاوضه بسمع بودني راجل بيعرض نفسه على مراتي؟ انا هحس بايه انا يا الله؟ يعني لو كان طول معاكي شويه وانا طلعت عليكم بره كان هيحصل ايه؟ والله العظيم انا عارفه ومقدره ان موقف صعب جدا، حقك عليا. بس عشان خاطري هدي نفسك ووطي صوتك يا معتصم، عشان الولاد بس. صح معاك. فعلا لازم امشي قبل ما حد يقفشني. ما هو انا اصلي بقيت عامل زي الحرامي اللي بيتسحب عشان خاطر يشوف مراته وابنه. شوف يا بسمة، ما تراهنيش على صبري بعد اللي حصل ده. شوفي لك حل. طب قول لي انا كان في ايدي اعمل ايه وما عملتوش؟ اقول لك تعملي ايه؟ تروح لابوها، ريم تروح تعيش عند ابوها. هو ده الحل اللي هيرضي الكل. خلينا نخلص بقى من القرف ده. بيقول لي ريم ومصطفى ويونس دول اهم حاجه في حياتي، وما جابش سيرتي خالص. يرضيك يا ريم الكلام ده؟ هو مش بيحبني، انتي بتقولي كده وخلاص. ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ عشان هو عايزني اروح اقعد عند بابا. انا بحب بابا بس مش عايزه اروح اعيش هناك لوحدي، اسيب اوضتي واخواتي واروح اعيش هناك. يعني انتي مش عايزه تسيبي اوضتك واخواتك بس تسيبي ماما عادي؟ هتسيبي ماما؟ لا يا ماما، انتي كمان مش عايزه اسيبك ابدا. ولا انا يا حبيبه ماما عايز اسيبك ابدا ابدا.
ريم يا سيدي بتقول ان انت ما بتحبهاش، اتفضل. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ ده ريم دي روح قلبي من جوه، ده انا بحبها يعني قد البحر. هي عشان سمعتك بتقول انها تروح عند باباها، ما فهمتش ان انت قصدك انها تروح عند باباها في الويك اند وترجع تاني لحضن ماما. ايوه طبعا هو ده اللي انا اقصده، تروح تقعد معاه وتتبسط وبعدين ترجع تاني لماما واليونس حبيبها، مش كده ولا ايه؟ يلا هسيبكم انا بقى دلوقتي، والمره الجايه وانا جاي اجيب لك معايا هديه كبيره جدا. ايه؟ لا دي مفاجاه، انت عايزه تبوظي المفاجاه ولا ايه؟ يلا باي. باي. شفتي بقى معتصم بيحبك ازاي؟ بس انا عايز اقولك على حاجه يا ريم، اي حاجه بتحصل هنا في البيت ما ينفعش حد يعرف عنها اي حاجه ابدا، ولا نحكي عنها قدام اي حد. متفقين؟ متفقين. حتى لو حد سالنا عن اي حاجه بتحصل هنا في البيت ما ترديش، عشان ما مش بنطلع اسرار بيتنا بره. برافو عليكي، شطوره. البيوت لها حرمة وانت ما راعيتش الحرمة دي. كنت فاكر يعني عشان بنتي منفصلة تبقى مستباحة وبنتها مستباح، فده مش هيحصل أبدا. ومن النهاردة أنا اللي هقف لك وهحاسبك على القديم وعلى الجديد. يا عم محمود انا ما عملتش اي حاجه تستاهل كل اللي انت بتقوله ده، ما تركبنيش الغلط. انا هم كلمتين قلتهم على الباب بكل ادب واحترام. فين بقى الأدب والاحترام في اللي انت عملته ده؟ زي تروح لها البيت، ده ما كانش اتفاقنا على فكرة. وعلى فكرة بسمة حكت لي على كل حاجة وعلى كل كلمة حصلت بينكم. طالما انها قالت لك كل كلمه قلتها يا عم محمود يبقى انت عارف ان انا ما غلطتش وعداني العيب. انا رايح عشان ريم، مش عايز ام بنتي تتعامل معايا وانا طليقها وابو بنتها على ان انا رد سجون. انا اتسجنت ظلم يا عم محمود وكنت عايزه تبقى عارفه كده كويس. ظلم ولا مش ظلم ده مش موضوعنا دلوقتي. من هنا ورايح انت مالكش اي علاقة بيها، وتليفونها تمسحه من عندك، واللي بيننا وبينك هو رؤية ريم. وحتى اي حاجة هتحصل يبقى من خلالي انا. رؤية ريم، كلام مع بسمة، اي حاجة من دي هيبقى من خلالي انا وبس. اللي ليك عندنا هو رؤيتها في النادي بحق ربنا. وهو حق ربنا برضك يا أستاذ محمود إننا نشوف بنتنا في النادي مرة في الأسبوع ساعة واحدة. ومسعد قال لك إنه ما كانش قصده حاجة وحشة، يبقى ما كانش فيه داعي أبدا إن إحنا نتكلم عن العيب والغلط، عشان إحنا لا أهله ولا نرضى على نفسنا. انا كان ممكن اخد اجراء قانوني بعد اللي حصل ده وابلغ البوليس، بس عملت لك خاطر يا حاجة وعملت لريم خاطر. بس اللي حصل ده لو اتكرر تاني محدش يلومني على اللي هيحصل. برضك بتهددنا يا أستاذ محمود، مع إن الراجل قال لك إنه راح في خير. على العموم كلامك نافت، واللي ليكوا هتاخدوه. بمناسبة اللي لينا بقى، احنا لينا نفقة ريم ومصاريفها زي ما قلت لك. وانا برضو سبق واكدت عليك اني مش هتاخر. لا، بالمحكمة نمشيها رسمي احسن بعد اللي حصل. ومن بكرة هنرفع قضية نفقة ريم عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. سلام عليكم. ما شربتش الشاي، وصل عمك يا موسى. مع السلامة يا محمود. ايه؟ بصي لي كده ليه؟ من بكرة تروح تدفع النفقة في المحكمة، مش ليهم. وانا قلت لهم الاول اللي هم عايزينه انا هعمله، انا مش هتاخر. هي اصلا بسمة مش محتاجة، بس هي غتتها وخلاص. معلش، ما احنا برضك اللي غلطانين. ايه اللي وداك؟ عارف ايه اللي مركبك الغلط؟ انك مش قادر تنسى اللي فات. لا اللي فات ولا اللي جاي. احنا خارج. انت عارف قد ايه كلنا اتأثرنا بوفاة الحاج، ألف رحمة ونور عليه. وده ظرف يعني يخلينا نبقى عيلة واحدة، نقرب من بعض أكتر، عيلة مترابطة متماسكة. وده اللي أنا حريص عليه يا معتصم. علشان كده أنا جيت لك النهاردة برغم سوء التفاهم القديم. خلاص بقى، دي حاجات قديمة ولازم نرميها ورا ظهرنا. اولا سوء التفاهم القديم ده كان خلاف، وخلاف كبير كمان.
وكان سببه انك اتصرفت على انك من بره العيله دي، عكس كلامك اللي بتقوله دلوقتي. بس ما علينا، يعني مش موضوعنا. احنا ننساه فعلا زي ما انت بتقول. انا حالا هعمل اللي انت بتقوله. هلغي وضع كان ابويا الله يرحمه عامله وعايزه، واحط بداله وضع جديد انا مش مضطر ليه ابدا، بس عشان خاطر اخواتي، عشان اللمهم حواليا مش عايز اخسرهم. معلش يا معتصم، بس الوضع الجديد ده مش مرضي ليهم ولا اي حاجه خالص. واذا كنت انت بقى عايز ترضي اخواتك كده زي ما بتقول، تعال نوصل لحل مع بعض يرضي جميع الاطراف. المشاركه في الاداره حل ما يناسبنيش. خلاص نبيع المطبعه ونقسم فلوسها بالشرع، وبكده يبقى تفادينا ان احنا نزعل الحاج في تربته. طارق اهدى بس، ليلى اختي وانا عارفها وهنعرف نوصل لحل. انا متاكد انها لما هتهدى مستحيل ابدا تقبل ان مطبعة ابوها تتباع. ساعتها هتفهم ان الحل اللي انا بقوله ده هو احسن حل للكل. على فكره بقى عايز اقول لك ان ليلى مصممه انها ترفض الحل ده، وما اعتقدش يعني يا معتصم اي حد هيشوف يعني اللي انت بتعمله ده على انه تنازل منك، انه شيء مرضي او يعني حاجه كويسه باي شكل من الاشكال. وانا جاي لك هنا وبقولها لك تاني، بص يا معتصم، انا مستثقل جدا ومش حابب ابدا انكم تقفوا قصاد بعض في محكمه. شكلها مش حلو خالص، مش لطيف لا ليك ولا ليهم. وانا يا وافق ابيع يا اتهدد بالمحكمه؟ طب اتفضل يا عم طارق، يلا روحوا المحكمه. ولعلمك انا عمري في حياتي ما هسمح لحد في يوم من الايام كان بيحاول يخرب ملك ابويا انه يجي عليه يوم ويحكم ويتحكم. بص يا معتصم، اسأل أي محامي، عارف هيقول لك إيه؟ هيقول لك إن القضية دي مضمونة لينا. أنا مش هسأل حد، والمكان ده رجلك مش هتعتبه تاني. اتفضل بره، اتفضل. ماشي يا معتصم. وفيها ايه لما يدير المطبعه؟ معتصم طول عمره بيدير المطبعه من قبل ما انت حتى تشتغل فيها. يا حبيبتي الكلام ده لما كان الحاج عايش كان حقه يدير في ملك والده، انما دلوقتي الوضع اختلف. ليه يدير في ملكك وحقك؟ عشان هو شاطر يا عمر، وعشان هو ليه نصيب الاكبر، وعشان بابا الله يرحمه كان عايز كده، وعشان هو انسب واحد يدير المطبعه. عايز حاجه تاني؟ فاطمه انت ليه بتتكلمي معايا كده؟ انت فاكراني انا عايز ادير المطبعه مكانه ولا ايه؟ انت اكيد فاهمه ان انا مش بتكلم معاك عشان كده. امال انت بتتكلم ليه؟ ليه؟ اخرج منها انا يا فاطمه ولا انت عايزه ايه؟ مش فاهم. حبيبي انا اسفه، انا مش قصدي، انا بس تعبت. كل ما اتكلم مع حد فيكم احس ان هو عنده حق، وانا مش عارفه ابقى مع مين فيكم. المفروض تبقي مع حقك وحق بنتك يا حبيبتي. اخويا مش هيجي على حقي ولا حق بنتي. تاني هنرجع للنغمه دي يا حبيبتي. هيفضل يترمي لك فتافيت طول الشهر ومش عارفين ايه اللي داخل وايه اللي خارج. يا عمر لو سمحت ما تشككش في ذمه اخويا. طب ليه بيبعد الناس عن المطبعه كلها دلوقتي؟ يا عمر بلاش الاسلوب ده معايا، انا مش عارفه انت تستفاد ايه لما تشككني في اخويا وتوقع ما بيننا. انا اكيد مش بوقع ما بينكم يا فاطمه. انت فاهمه كده يعني؟ لا طبعا. انت عاجبك يعني ان احنا نفضل قاعدين كده مستنيين اللي هيرموه لنا كل اول شهر؟ عمر انت لو بتعمل كل ده عشان ترجع المطبعه، انت وضعك غير طارق. انا لو كلمت معتصم هيرجعك المطبعه وببوزيشن اعلى كمان. لو ده هيرضيك ويخليك تبطل زن انا ممكن اكلمه حالا. زن؟ ده اللي انت شايفاه من جوزك اللي خاف على مصلحتك؟ ماشي. انت عايزاني افضل اجري شغال في المطبعه او في اي مطبعه تاني واستنى مرتبي كل اول شهر. امال انت عايز ايه يا عمر؟ نبيع نصيبنا في المطبعه ونشوف بفلوسه ممكن نعمل انا وانت. مطبعه ايه اللي تتباع؟ ما تتكلمش معايا تاني في الموضوع ده عن اذنك. بس انت مالك النهارده يا ريم يعني كده؟ في حاجه مضايقاكي؟ مش عايزه تكملي الايس كريم ولا ايه؟ زهقت من الجنة دي كل مرة، ما تيجي نروح لتيتا أحسن. مش هينفع يا حبيبتي، مش هينفع نغير المكان او نروح لتيتا. لو عملنا كده ماما ممكن تتضايق وما تخلينيش اشوفك تاني. لا مش هتتضايق، ما هو المرة اللي فاتت أنكل معتصم قال لماما خلي ريم تروح عند باباها، وهي بتسمع كلام أنكل معتصم فمش هتقول حاجة.
المره اللي فاتت امتى يا حبيبتي؟ لما ودتني البيت عند ماما. أنكل معتصم كان عند ماما بيشوف يونس. بس انا المره اللي فاتت انا اتكلمت مع ماما ووقفت معاها وما كانش في حد، يمكن انت متلخبطه. ما هو كان في أوضة نوم ماما، هتشوفه ازاي وانت على الباب؟ انت متاكده يا حبيبتي ان انكل معتصم كان في اوضه نوم ماما يوم ما وديتك البيت؟ أيوة، بس أنا افتكرت دلوقتي وماما قالت لي ما أقولكش، وهي لو عرفت هتزعل مني. لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مش هقول لها، وانت كمان ما تقولي لهاش بقى عشان ما تزعلش. ها يعني هينفع أجي عندك أنت وتزعل؟ هتيجي يا حبيبتي، بس كل الايس كريم بتاعك بقى. تيجي. يا الله. ما تنساش بقى فلوسك اللي على الكومودينو دي. لا ده مصروف البيت. بص يا منعم، انت عملت اللي في دماغك، انت حر. لكن انا قلت لك قبل كده، حد الله ما بيني وما بين الفلوس دي. بناتي لا هياكلوا ولا يشربوا منها ابدا، ماشي؟ وانا يا اخويا بقى هتكفل بكل شيء، من بق الميه لروشته الدكتور. وهتصرفي على البيت منين؟ انت حيلتك مليم. هنزل اشتغل بكره في السنتر مع البت ميات. بتاع الادوات المنزليه؟ اه. كاكاوه. عايزه تسيب البيت والبنات وتنزلي تقفي بال 12 ساعه لغايه اما كعوبك تورم ونفسك يتقطع؟ هو انت مخك اتلحس اكتر؟ ما هو ملحوس يا سماح. وماله مش عيب يا اخويا، قرشين حلوين، وبعدين البنات كبروا يعني ما بقوش محتاجيني قوي. طب استهدي بالله يا سماح، عيب. انت عارفه جوزك كويس، ربنا وحده اللي عالم. طول عمري شغال بما يرضي الله، وعمري ما دخلت عليك قرش حرام. يا بنت افهمي، انا هناك اجري، بشتغل وبقبض اخر الشهر. انا مالي بقى صاحب المال جايب فلوسه منين؟ يعني انت لو رحت اشتغلت في السنتر هتروح لصاحب السنتر تقول انت جايب فلوسك منين؟ ربنا شاهد ومطلع يا سماح ان جوزك بيشقى وبيتعب. يعلم ربنا يا منعم، انا عايشه معاك كل ده وعمري ما اشتكيت ولا فتحت بقي ولا قلت اي حاجه، صح؟ وبعدين يا اخويا احنا لما بنروح نشتغل عند ناس ما بنروحش ندعبس وراهم، عارف ليه؟ عشان احنا مش عارفين اذا هما ماشيين شمال وبنساعدهم وبنخبي عليهم. طب بقول لك ايه، الناهيه عايزه تشتغلي غوري، لكن البيت ده انا اللي هصرف عليه. انا راجل البيت ده وهكفي بيتي، اكتر من كده ما اسمعش، وما تحطناش في حيطه سد يا سماح. انت اللي بتجيب ضرافها يا منعم. سلام. ايه يا اخويا لسه ما ظهرش؟ ما ظهرش والله يا عم. انا من ساعه ما وصلت وانا ما اتعتعتش من هنا. الزبون شكله وصل. انت متاكد؟ عيب عليك، هو على الطلاق هو بعينه بعربيته. طب معلش يا ابو الامجاد، شوف لك مكان كده بس اقعد استريح فيه شويه، عشان عايزك تبقى ترجع تبص تاني. في حاجه في دماغي كده عايز اتاكد منها، ماشي؟ ماشي خلاص. معلش هتعبك معايا شويه كده واكلمك عشان ترجع تبص. اتفقنا. العربية لسه قدام البيت. لسه؟ بقول لك يا ابن عمي والنبي، شوية شال تقيل. السكر بره. ها؟ الو. ايوه ريم، يا حبيبتي. ايه كلتي ولا لسه؟ طب وهي ماما ما كلتش معاك انت وجدو؟ كل ده عند جدو يعني. طيب ايه مش هتنامي بقى عشان تروحي المدرسة بكرة؟ خلاص يا حبيبتي ماشي، خلاص يلا. تصبحي على خير يا حبيبتي. باي باي يا حبيبتي، باي. هو انت ناوي على يا ابن الحلال؟ انت مش عرفت ان الاخ ده بيجي بقى وخلاص؟ البت شافته المرة اللي فاتت، انا كنت موصلها بدري عن ميعادها. طب دي هتفرق في ايه يعني؟ هتفرق كتير. هو بيروح عشان يشوف ابنه، يبقى عادي، مش هيفرق معاه بقى ان ريم موجودة ولا مش موجودة.
بس لو بينقي الوقت اللي هي مش موجوده فيه او نايمه فيه، يبقى هو مش بيروح عشان يشوف ابنه ولا حاجه، فاهمني؟ معقول. انت رباعيه كده وتروح تاني كده تشوف هو نزل قبل ما البت توصل ولا لا. يا عم ماشي، اشرب بس الشاي واروح. اشرب الشاي يا ماجد، اشرب. ماشي. انت متاكد من الكلام ده؟ الحقيقه انا مش متاكد 100% يعني، بس هو في لف ودوران، في لعبه حصلت يا متر. انا اعرف بسمه كويس، بس انا متهيألي ان هم اتجوزوا تاني بعد لما قدموا ورقه الطلاق للمحكمه. شوف يا استاذ مسعد، بخصوص الطلاق الرسمي فالتلاعب في دفتر المأذون بقى شبه مستحيل، لانه بيستلم الدفتر مرقم ولازم يسلمه برضه بنفس التراقيم. وانا استبعد تماما انهم يكونوا اتجوزوا رسمي مره تانية. وبما انك انت كمان مستبعد وجود علاقه بدون جواز، يبقى وارد جدا ان هم يكونوا اتجوزوا عرفي بعد الطلاق الرسمي. انا كده ما اقدرش اطالب بالبنت يعني طالما ان مفيش ورقه رسمي. مين قال كده؟ الجواز العرفي ده جواز شرعي، فلو قدرنا نثبته ده اذا كان حاصل فعلا هيترتب عليه ما يترتب على الجواز الرسمي، وبكده تسقط الحضانه عن الام. واخد بالك معايا يا بيه؟ طب وده هنثبته ازاي يعني؟ حته ورقه كل واحد معاه نسخه، هسرقها مثلا؟ الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا مش مطلوب مننا غير اننا نثبت ان الراجل ده بيروح لها البيت، وفي كل الاحوال انت كسبان. ركز معايا، يعني لو طلعوا ورقه الجواز العرفي احنا هنثبتها رسمي، وبالتالي تسقط عنها الحضانه. ولو طلعوا مش متجوزين ومفيش ورقه برضه هنثبت، بس هنثبت حاله. هنقول ان الست دي غير امينه على تربيه البنت، لانها على علاقه غير شرعيه بالراجل ده، والراجل ده بيروح لها المسكن اللي البنت عايشه فيه، وبالتالي هي غير اهله على حضانه البنت. يعني في كل الاحوال يا بيه انت هتاخد البنت. واخد بالك معايا؟ خلي بالك ان اي سحب من البضاعه في المخزن مش بيسمع على السيستم غير لما بروسيس البيع كلها تتم ويطلع بيها فاتوره كمان. والكميات بقى من اي صنف ده بيتعدل اوتوماتيك كده بعد كل عمليه بيع. مالك يا يوسف؟ وانا قلت ايه؟ لا 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 خالص، انا معاكي، كملي. ايوه يا عم، ما هو ده بالظبط اللي احنا كنا عاملينه في الابلكيشن بتاعنا زمان. ادينا لفينا ورجعنا من الاول تاني. طيب احنا كده هنجرب كل الترانزاكشنز الممكنه على السيستم، ولو في حاجه وقفت معانا نكلمك، صح؟ ايوه طبعا براحتكم يعني، بس ان شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل، بس يعني عشان تطمنوا لما تيجي تشتغلوا عليه بعدين. حتى لو المشروع ما نجحش بس كسبتوا خبره. على فكره دي حاجه تحفه ان من وانتوا صغيرين كده عملتوا البرايفت بيزنس بتاعكم. Be proud of yourself. قولي له والنبي، قولي له ده بومه. طيب انا كده عملت اللي عليا وزياده وسلمتكم الامانه كامله مكمله. الباقي ده بتاعكم انتوا بقى. لا انت عملتي اللي عليكي وزياده قوي كمان. شفت؟ بس احنا لو اول اسبوع هنقرفك شويه، ماشي؟ يا عم براحتكم، بس اهم حاجه بقى لما اجي اشوفكم في الويك اند ما تتاخروش عشان الباب بيقفل الساعه 10. لا انا مش متاكد اني ممكن اجي الحفله يعني. قلت لك ما تحجزلناش، ده بومه. مفيش مشكله، انا كده كده كنت هروح مع اصحابي يعني، وبعدين هسيب لكم التذاكر على الباب عشان لو جيتوا. معلش انا اسف، بس عشان انا طلع لي مشوار مع بابا فغصب عني لازم اعمله، هيضرب لي اليوم كله. ده ولا يهمك، بس سلمني على انكل محمود. يلا باي باي. باي باي. هتيجي الاسبوع اللي جاي؟ لا انا مش هقدر اجي هنا تاني، بس يعني لو عايز تشوفني بكلمني. باي يا هشام. باي 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 باي. واحنا مش متفقين يالا؟ هو ده الصح، واهمت شويه. هو البني ادم كده
يروح يغرز ايده بنفسه في الزباله، ولما الحاجه النظيفه تيجي لحد عنده ما يبقاش عايز. ولما الحاجه النظيفه دي تسيبني بعد ما اتعلق بيها البس انا؟ يا سيدي ليه؟ وانا بقول لك دوس ما تدوسش، على الهادي وسيب الدنيا تمشي زي ما هي. حسيت بايه يا غدر؟ اخلع. تعالى بس نشوف شغلنا يلا. استغفر الله العظيم يا رب، ما يلا بينا يا ابني، الساعه داخله على 11. استنى نصها كمان. ما هو يا ابني يا حبيبي، لو اللي في دماغك ده مظبوط وغرضه انه يجي وريم نايمه، المفروض يكون هنا من ساعتين وهو ما جاش. اكيد ما بيجيش وقت الزياره بس يا مان. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى بيجي وقت ما هي بتبقى في المدرسه. نعم. ده بقى نربط له هنا ليل ونهار ونسيب اللي ورانا؟ استاذ بكري برضو قال ان الاحسن ان احنا نثبت ان هو بيجي في وقت ما ينفعش يبقى موجود فيه، في وقت متاخر يعني. طب افرض هو كمان عامل حسابه على الموضوع ده وبيجي والبت في المدرسه او اي وقت في النهار وخلاص. مسعد، بقول لك يا اخويا، احنا عندنا اكل عيش، في ورشه لسه بتحمي، عايزين نركز معاها شويه. وبعدين بصراحه كده انا مش هينفع اتاخر كل يوم بالليل. سماح لو شكت وحطت الموضوع في دماغها هتهرينا سين وجيم، وانت عارف بقى بنت خالتك. خلاص يلا بينا. يلا. بقول لك ايه، اطلع ب 500 اهي. 500 ليه؟ شايف الواد اللي هناك ده؟ ده هيبقى النادورج بتاعنا هنا. اول ما الزبون يظهر او يلمع عربيته يدينا قالون يجي على طول. طب ولما يروح يقول للزبون يقور؟ لا يا اخويا ما تشغلش بالك، انا هسستمه. اخلص ابن ب 500. تمام يا عم اخلص. اخلص. مساء الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك كريم ايه؟ هواري يا ريس. ازيك يا هواري، عامل ايه؟ والنبي يا هواري كنت عايزك في خدمه كده. من عناية الاتنين. تسلم عليك. امسك بس دول كده الاول. من غير اي حاجه. امسك بس، ما تقولش رزقك. لا يا راجل طيب. معتصم بيه تعرفه؟ حبيبي. ده حبيبي انا كمان، وهموت واعطر عليه. عايزه في مصلحه. اول ما يجي تديني تليفون وهديك قد دول مرتين. اعتبره حصل يا ريس. حبيبي. اخوك منها. حبيبي عم منى. ما تسقطنيش يا هواري. لا عيب عليك. السلام عليكم. الله وبركاته. عيب عليك. يلا يلا. لا يا ليلى، أنا مش هوافق إننا نطعن في عقد بابا الله يرحمه عمله بنفسه وبعد ما توفى كمان. أنت يا بنتي اتجننتي؟ عايزانا نقف قدام بعض في المحاكم؟ الناس تقول علينا إيه؟ ده بابا ما فاتش على وفاته كام شهر. وهو أنا مبسوطة يعني بالحل ده يا فاطمة؟ ما على إيدك، أنا كلمته بدل المرة 2 و3، وطارق راح له وكلمه ومفيش فايدة. ما هو وصل لحل مرضي لينا كلنا. أنت إيه مشكلتك؟ يا سلام، وأنت شايفاه مرضي لينا كده لوحدك؟ بصي، الله أعلم بالنوايا. هو عمل كده عشان عارف إن الطعن هيلغي العقد بنسبة 90%، فمضطر يعني ولا إيه؟ بس أنا هعمل زيك وهفترض الأحسن، وهقول إنها مبادرة كويسة من ناحيته. يمكن يكون بسبب إنه طلق الهانم فما بقتش بتزن على ودانه. طيب كويس إن أنت شايفة حاجة كويسة. لازمتها إيه بقى المحاكم والكلام الفارغ ده؟ بليز يا فاطمة فهميني صح. تقدري تقولي لي دلوقتي لو معتصم لا قدر الله جراله حاجة؟ يا فاطمة بعد الشر، جاريني بس، ده مجرد افتراض، بعد الشر أكيد. مش ساعتها قانونيا التركة هتروح ليونس ويونس للسبابي؟ مش ساعتها برضو ست هانم مامته قانونيا هي الوصية عليه؟ ينفع بقى كلمة الحل والربط في ملك أبونا الله يرحمه تبقى في إيد بسمة؟ عموما في إيد أي حد غريب عن العيلة؟ دي حتى مش مراته دلوقتي. أنا تعبت ومش عارفة أفكر في حاجة، بجد تعبتوني. أنا مش جاية أقنعك تدخلي معايا فيها. أنا أقدر أرفعها لوحدي قانونيا، بس بحاول أفهمك الخطر اللي إحنا فيه كلنا. صباح الخير يا صباح النور يا حبيبي. انت مستعجل؟
لا بس عايزه حاجه؟ عايزاك في كلمتين. تعال. ايه خير؟ خد يا حبيبي اشرب الشاي. اتفضل. البت نور نزلت تقول لي ان امها مولعاها حريقه فوق مع اخوك. طب وايه الجديد يعني؟ دايما بيتخانقوا وبيتصافوا في الاخر. البت سماح قال ايه؟ عايز اخوك يرجع المطعم تاني، بتقول بقاله زبون وقرشه حلو. يعني عايزاه يسيب الشغل مع اخوه ويروح يشتغل مع الغريب؟ الراجل ده بقى غريب بقى دلوقتي المفروض ولا ايه؟ بتبص تحت رجليها. بس مها معذوره. بنت خالتك برضك لازم نريحها، وياما دقت المر مع اخوك ومشاريع اخوك انت عارف. عايزاه يسيب الشغل معايا؟ متهيأ لها انه لو ما رجعش للمطعم تاني هيرجع للبوظان، واحنا مهما نفهمناها مخها صارمه قديمه انت عارف. طب وهو راغب هيرضى يرجعه تاني؟ انا سامع انه جايب حد جديد يمسك له الاداره. لا سيب موضوع راغب ده عليا، انا هتكلم معاه. حتى لو راغب وافق منعم مش هيوافق قوي. ما انا عشان كده بتكلم معاك، عشان تيجي منك انت. انت عايز انا اروح لاخويا ولا انا مش عايزك تشتغل معايا؟ ما احنا مش هنسيب سماح تولع في البيت، والبنات كبرت وخناقهم بقى يأثر على نفسيتهم. جيبها له انت بالطريقه. طمن اخوك مش هيشيل منك، عمره ما يقدر يشيل منك، ولو شال هيبقوا يومين على ما القرش يجري في ايديه، وهيبقى ايه حليب يا قشطه. اشرب الشاي. مساعد، بص صور الاكسسوار دي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما تتاخرش. حلو. عارف مين اللي مصورها؟ الواد رمضان بتاع ناهيه. انا بقى بفكر. وعليكم السلام. بفكر اجيب الواد رمضان يصور لنا كام حته هنا في المحل، وانزلها بقى ايه، اعمل لها صفحه على الفيس واعمل لها اعلان ممول. ايه رايك؟ حلو. اتكلم مع علاء بقى في الموضوع ده. علاء مين؟ العيل ده انا هاخد الاذن منه ولا ايه؟ في ايه؟ انت بتقول شكل للبيع؟ ما عيل صغير بيفهم اكتر مني ومنك في الحاجات دي، منشوره. لا الكلام ده جديد على ودنا يا مسعد. لا جديد ولا قديم، سيبني في اللي انا فيه دلوقتي. بشوقك. الحق يا مسعد، الواد هواري بيتصل. هواري مين؟ هواري يا عم، الواد الندرج اللي احنا سايبينه في شارع بسمه. طب رد. الو. ايوه هواري. ايوه يا عم مانع، عربيه معتصم بيه واقفه قدام البيت دلوقتي. ركنه من امتى؟ مش عارف والله، انا كنت بجيب حاجه ولسه جاي لقيتها راكنه، قلت اما اكلمك على طول. طب تمام يا هواري. جايين لك اهو. لا عينيا والله عينيا. سلام دلوقتي. يلا.